هل انت عمرك شفت حد منزل مثلا بيقول لك انا اشتغلت مع العميل ده وخسرته ومش عارف والله ولا شايفها يعني انت قاعد 3 4 شهور كده مثلا، انت مش ما بتشتغلش ما بتعملش حاجه. ايه اللي هيختفي بقى؟ الشخص اللي لو مديره في الشغل او البيزنس لان هو عشان يطلع له الداتا من شيت زي ده قاعد بقاله 3 ايام شغال عليها وبيفلترها وبيعمل فيها، هو ده الشخص ده اللي هيختفي. لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تكملة لسلسلة حلقات التجربة. احنا النهاردة معانا ضيف. هو انا اولا انا شهادتي فيه مجروحة، لان خلينا نخش على طول، لان اسامة من الناس القريبين جدا لقلبي، والناس القريبين مني جدا شخصيا، ومن الناس اللي ليهم اثر وبصمه خلال الفتره اللي فاتت والفتره الحاليه في الاندستري بشكل كبير جدا. فخلينا نرحب النهارده باسامه جمال. اهلا بيك يا اسامه، عامل حبيبي يا ايه؟ جودة، عامل ايه؟ اهلا بيك. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. كله كويس؟ كله زي الفل الحمد لله. المشوار سهل وجميل. لا جميل طبعا. مو... مبسوط ان انا معاك النهارده، انا ويا عم لا الكلام ده كبير عليا. لا خالص والله يا اسامه، ده حقك يا حبيبي، حبيبي يا جو. وانا كمان مبسوط اكتر والله ان انت موجود حبيبي النهارده معايا. حبيبي يا جو. ان شاء وان الله انت الحلقه تعجب الناس. ان شاء الله باذن الله تعالى، وان انت لبيت الدعوه، واهم حاجه ان حبيبي. المشوار كان سهل لا وبسيط. جميل جميل. اسامه، خلينا نرجع كده ونبدا كده سريعا. خليني الاول نعرف الناس. طبعا انت مش محتاج ان انت ليه يا تتعرف، عم؟ ولكن بالنسبه للناس اللي لسه اول مره تشوفنا، فخلينا ناخد كده بريف سريع مفيش عن مشكله. اسامه. انا اسامه جمال، 25 سنه. متخرج من كليه الهندسه جامعه المنصوره. جميل. شغال في البرفورمانس ماركتنج الاي اوكي. كوميرس، بدات من 2018. بس يعتبر اخدتها ككارير او كفول تايم جوب ممكن 2021 حاجه زي كده يعني. اللهم بارك، اللهم بارك. طب اسامه، خلينا نرجع كده شويه عند اول خطوه انت فكرت تدخل فيها مجال البرفورمانس ماركتنج. كانت امتى وفين؟ تقدر تحكي لنا عن ده؟ بدايتي مع الكارير ده عموما كانت صدفه. بدات ازاي بقى؟ امم. هو طبعا كده كده انا عندي باك جراوند تك عموما. انا اوكي. الطفل اللي هو قاعد على الكمبيوتر ومامته امم. وباباه بيزعقوا له على طول انت مقضي حياتك كلها على البي سي، مش عارف ايه، ذاكر شوف مصلحتك اه، دروسك، الجو اللي احنا كلنا عدينا دي بيه ده. الفتره اللي خلتنا شغالين دلوقتي. بالظبط. اه. فكلنا عدينا بالمرحله دي. لكن بدات ان انا فضلت اخبط في كل حاجه، شويه شويه اتعلم جرافيك ديزاين، شويه اتعلم برمجه، شويه ابص على السايبر سيكيورتي ده نشوفه بيقول ايه. فضلت جامد. اخبط، بس يعني كنت زي ما بيقولوا كده بترقص على السلالم، اللي هو انا ما بتعلمش حاجه ادوس فيها، لا انا ادخل المجال بسبب ان انا سمعت عنه، ادخل اتعلم فيه شويه بيزكس، وبعدين لا ما حسيتش ان هو ده برضو اللي انا بحبه، فاروح لمجال تاني. كل ده وانا قبل ال 18 سنه وانا لسه صغير يعني. اللهم بارك. اه. جيت بقى عند ال 18 سنة، الموضوع بدأ بان احنا والدي عنده معرض فيها مراتب فرنيتشر مفروشات كلام من ده. جينا كنا بنفتح فرع جديد في مدينة. فكنا طبعا وقتها بقى الهايب بتاعت الماركتنج ايجنسي والدعايه والانترنت والديزاينز والايدنتيتي والبراندنج والكلام الجميل ده كله تمام. كان لسه في بدايته. تروح بقى تاخد الباقه الجميله ال 12 ديزاين بمش عارف ايه وتدفع ارقام وكلام من ده. اتعاملنا مع شركه وعملنا معاهم كل الحاجات الاساسيه دي، وبعدين كان المفروض ان احنا بنكمل في المرحله بتاعت البيد ادفرتايزنج بقى، ان احنا نبدا ننزل بالاعلانات بتاعتنا على الفيسبوك. اوكي. كانت الدنيا ماشيه في الاول عادي ومستقره، وبعدين حصل خلاف ما بين والدي والشركه فوقفوا الشغل سوا. فكنا هندور بقى على حد تاني يشتغل في الحته دي وكده. انا كان عندي بيزكس ماركتنج عادي، بس الماركتنج اللي هو انت بتبيع برودكت، لكن اه. الماركتنج اللي هو في صوره الميديا باينج او البرفورمانس ماركتنج لا ده ما كانش عندي. اوكي. جيت بقى وقتها قلت له طب اديني فرصه كده اشوف شركه كويسه او حاجه. بس انا كنت بضحك عليه، انا كنت في الباك جراوند بدور، انا بشوف الموضوع ده انت اللي بيتعمل بتدور ازاي. الدنيا. ايوه يا عم الناس دي تاخد مننا 2000 3 في الشهر ليه؟ خلينا ايه، خلينا نوفرهم احنا ونشوف الموضوع ده بيتعمل جامد ازاي. جامد والله. بس دخلت على اليوتيوب عادي خالص. ازاي تعمل اعلان على هاو تو كرييت على ادز الفيسبوك، لا في عربي كمان مش انجليزي، ازاي تعمل اعلان ممول فاهم. اه. ازاي تعمل تمام. اعلان ممول. بس ومن هنا بقى بدات اللعنه. ده كان سنة بداية اللعنة. اه بدات اللعنه. كان ده كان سنة 2018. جامد. اه. ده 2018. كان بداية دخولك بدايه للفيلد دخولي ان انا والاندستري. اعرف ان في مم. حاجه اسمها ميديا باينج. اوكي. هو اليوم ده اللي عرفت فيه ان مم. دي حاجه مخصوصه شغلانه اسمها الميديا باينج، ميديا مم. باير. وان هو ده الشخص المسؤول عن ان هو يكريت مم. الاعلان على
على المنصه الاعلانيه. طبعا بدات اشتغل بقى في الموضوع ده، زي ما قلت لك مسكت المعرض بشكل كامل. كنت بنزل بسم انا الله بقى ما اخد شاء الله. الموبايل اروح اصور الحاجه واروح جامد. انزلها بوست على الفيسبوك والفيزا طبعا محطوطه ايام ما كانت الفيزا اه شغاله اه في الاد اكونت. اه. والاعلان يشتغل واتابع بقى المبيعات والفواتير. طب الناس اللي جت دي سجلوا هم جايين منين. انا ما كنتش اعرف ان كل دي حاجات بقى بتترجم بعدين لقصه البرفورمانس. احنا مم. كنا بنعملها، كنت بعملها كبديهيات كده عادي، بس طبعا من غير اسس علميه ومن غير التحسينات بتاعتها يعني. مم. بس عادي انت شخص طبيعي بتعمل اعلان، فعايز تعرف تشوف الناس راحت المحل ولا لا، بالبلدي كده فاهم. في بالظبط ناس اه راحت المحل ولا اه اه. لا يا جماعه، الاخبار النهارده بعتوا حاجه، ده احنا قفلنا بيعتين خلاص الحمد لله، ده الاعلان جايب همه النهارده جابت همها والدنيا خلاص، جميله جميل فاهم. اه. بس ففضلت بقى ايه لما تبدا اقعد اتعلم اكتر الاعلان بيتعمل اكتر ازاي، طب احسن فيه ازاي، طب مش عارف ايه. من هنا بقى بدات ايه، عرفت ان في حاجه اسمها الميديا باينج والبرفورمانس ماركتنج، وبدات بقى وانت الكارير بتاعي. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انت من الناس القليله اللي انا قعدت معاها في حياتي عامه، وهو خريج هندسه وما قاليش انا الباش لا. مهندس كذا. فخليني اقول لك فكره ان انت تشفت من هندسه للبرفورمانس، مم. جت ازاي؟ يعني جت لك الجرأه ازاي ان انت تعمل حاجه زي كده اساسا يعني؟ بص يا سيدي، انا مم. اولا انا عادي ما يعني ما كانش طموحي هندسه ولا حاجه. مم. دخول الكليه كان ارضاء لغايات للحاج. الاب والام. مم. هم ضحكوا عليا اول اه مره، قال لك ايه انت بس خلص ثانويه عامه، في اللي هي المشكله ان انت تقعد على الكمبيوتر كتير اه. وتك كتير ومش عارف ايه وكلام من ده. خلص ثانويه عامه، ادخل كليه كويسه وبعد كده هنسيبك في حالك. خش دي كانت اول خدعه خدعوني بيها تمام. خلصت اه ثانويه عامه، تمام. خلاص بقى جبت لكم مجموع هندسه، دخلت هندسه، ممكن مم. تسيبوني بقى انطلق بقى في الحاجات اللي انا الحاجه اللي انا بعملها. بعملها اه. بدات بقى ايه تاني خدعه من هنا، مم. جيت عشان ابدا اخد الكارير كفول تايم جوب، لا اتخرج الاول وهات لنا شهادتك وبعدها نسيبك تعمل اه اللي ده انت ده ده, ده يا باشا وبعدها كده. نسيبك تعمل اللي انت عايزه، لان انت كده اه. بتشتغلوني بقى. مم. بس في حته الشيفت هو جه معايا تدريجي، فعشان كده القرار بصراحه ما كانش صعب ولا حاجه، لان انا ما كنتش مضطر له. انا يعني مش هطلع اقول لك بقى الظروف ومش الظروف ومش عارف ايه، لا انا كنت اه اه عادي لسه فاهم. طالب. مم. فانت طالب في الكليه فعادي اهلك بيصرفوا عليك عادي جدا زي اي طالب في الكليه. تمام. فانت مش بتفكر في حاجه دلوقتي غير كمان مثلا لما تتخرج هتعمل ايه، زي تفكير اي حد طالب في الكليه. مم. بس فانا الموضوع مشى معايا، انا قلت لك انا حسيت ان انا حابب المجال، ما كانش فكره خالص ان انا بدور على وظيفه ولا بدور مم. على كارير شيفت ولا بدور على اي حاجه. مم. انا حبيت الموضوع ده، حبيت البيزنس، حبيت البرفورمانس ماركتنج، حبيت الماركتنج عموما، الميديا باينج، اوكي. حبيت الموضوع ده، فقلت انا عايز ادوس فيه. مم. فبدات اتعلم اكتر واكتر. وبعدين بدات ان انا رحت قدمت على انترنشيب في شركه في المنصوره، اوكي. وقالوا لي ماشي تمام وهتنزل معانا. رجعت البيت يا جماعه والله انا جاي لي فرصه انزل في مكان كذا كذا كذا، مم. والمكان عاجبني ومش عارف ايه وكلام من ده، لا مش هينفع. مش هينفع تنزل فول تايم، عايز تعمل اشتغل اللي انت عايزه. وما كانوش مانعين ان انا شفت او اي حاجه، هم مانعين علشان مصلحتي، وهم عارفين شخصيتي ان انا بحب الحته دي. اه فانا لو اتسحلت فيها انا ههمل دراستي مش ومش هتخرج من مم. الكليه دي. وانت عارف كويس ان في ناس كتير كملت وما اتخرجتش اه لحد اه النهارده، اه اه. وكتير يعني قصص مم. كتير. مش عشان هم مش عارفين يتخرجوا بس، لا هو خلاص هو دخل مش كارير فاضي، مش وسحله ما عادش عنده وقت مبقاش عنده وقت للكليه فاهم. للكلية هو بالظبط اه. صاحب بالين كداب عموما يعني. بالظبط. فهي مم. زي ما بقول لك هم ضحكوا عليا، بس لا هم كان معاهم حق. مم. النهارده بعد 5 سنين او 6 سنين من دخول الكليه، لا الناس دي كان معاها حق. يعني هم انت. فعلا كانوا شايفين مم. مصلحتي. انا كان لازم ما كانش ينفع اشتغلها فول تايم. مم. كان ينفع تشتغلها جنب كسايد الكلية. هاسل، لكن تاخدها فول تايم ونزول شركه وكده لا. مم. ويمكن دي لما حد بيدخل يكلمني في نفس الكيس بتاعتي اكتر من حد يكلمني انا في الكليه دلوقتي ومش عارف ايه وجاي لي فرصه، طب انزل طب ما انزلش، اقول له لا، حاول تفضل اتعلم اتعلم اتعلم، اتخرج وبعدين خدها فول تايم جوب. تمام بس جدا. بلاش عشان ما تبقاش خسرت الاثنين يعني، مم. عشان ما مم. تبقاش ولا حصلت شهاده الكليه ولا ولا حصلت حصلت ان الكارير انت اللي انت الكارير شفت بتاع، لان انت عليه. ممكن ما تتوفقش. مم. التوفيق ده حاجه بتاعت ربنا، فانت ممكن ما تكملش. نزلنا المنصورة، الانترنشيب الانترنشيب في المنصورة. اهلي رفضوا تمام، مم. فرجعت تاني اكمل مذاكره عادي، ما كنتش مم. مهتم ان انا اشتغل او حاجه، بتعلم وخلاص. مم. وفضلت كل 6 شهور كده اعيد الموضوع ده، اروح اقدم على انترنشيب تاني واقول احاول اقنعهم المره دي، ارجع ما يوافقوش يقنعوني. لحد ما وافقوا. في السنه اللي قبل اللي انا تخرج. خلاص السنه اللي قبل مم. التخرج انا كنت خلصت رابع سنه. رابع سنه في هندسه وداخل سنه 5. اوكي. فجيت في الاجازه دي قلت لهم انا رحت شركه في المنصوره وتمام هتنزل معانا، واقنعتهم ونزلت. كنت جامد. انا طبعا اتطورت شويه حلوين واشتغلت شويه كويسين بقى على حاجات بسيطه في مصر وكده، بس لسه برضو ايه مش يعني مش مش في البيك سينيور ولا حاجه بتاعتك يعني اه. فاهم، جونيور مثلا او مم. كده. وكمان ما كنتش احتكيت خالص بالجولف اريا، ولا اشتغلت سوق خليجي ولا اي حاجه من الحاجات دي. جامد. مم. فبس فنزلت الشركه واهلي وافقوا. وتمام ونزلت الشركه دي قعدت فيها شهر.
ومشيت. مم. ودي كانت نهايتي بالفول تايم جوب انت في كارير نزلت شهر شهر ومشيت. واحد ومشيت؟ بالظبط. بسم الله ما شاء الله عليك. ليه آه، طولت قوي كده؟ بس اه. يا سيدي قعدت في الشركه دي شهر ومشيت. مشيت ليه؟ مشيت مم. علشان حسيت ان هو مش ده اللي انا مش عايزه. ده اللي انت عايزه. بس بالظبط، هي ناس محترمه جدا واصحابي لحد النهارده اصحاب الشركه دي، جامد. وناس كويسه مش زي شركات المنصوره اللي ممكن تكون فيهم جزء سمعته مش كويسه. لا دول مم. ناس سمعتها كويسه وناس شاطره جدا. بس عادي الاسباب اه عادي، ما شخصيه ارتحتش. اه وتكنيكال. لا هو اه مش ده اللي انا بدور على حاجه غير كده. انا بالظبط. بدور على حاجه غير مم. كده. فيا جماعه بس استاذنت منهم انا مش هكون موجود وخلاص وعادي وانتهت القصه لحد هنا. من بعدها ما نزلناش بقى فول تايم، احنا بدأنا بقى لا ان ما احنا اشتغلتش انا فول تايم في ليرن. ايجنسيز. لا ماركتنج اوكي. ايجنسي ما اشتغلتش فول تايم، كاريري اوكي. كله فريلانس. اوكي تمام. بس فده من هنا بقى مم. قررت ان انا اركز اكتر في الفريلانس. مم. بس والحمد لله ربنا وفقني فيها يعني. اشتغلت ال- مع ال- اسماء كبيره في مصر الحمد لله. وعملنا نقلات كويسه، عملنا ارقام كويسه، ما عملنا دي حاجات بقى كتير. دي بقى الحته اللي انا عايز اخدك فيها كده ونتكلم فيها شويه. اي بني ادم مننا طبيعي ان هو بيكون في لحظه كده في حياته مم. انا عمري ما انساها. فاهمني؟ فانت ايه الفتره الفتره او الموقف اللي اسامه عمره ما ينساه، والنقله اللي حصلت له من الحته بتاعت ان انا جونيور لان انا بقيت اسامه دلوقتي الشخص الموجود في الماركت اللي بسم الله ما شاء الله. الموقف ده يعني احنا طبيعي كلنا كبشر مم. يبقى في جيرني في حياتنا، مظبوط. ابس اند داون. تمام. الموقف بقى اللي خلى اسامه اللي هو لا انا مش ما ينفعش ابقى في الحته دي بس، مم. انت فاهم؟ وفرقت معاك جدا يعني. موقفين. امم. اول موقف امم. اللي ادالي الدفعه ان امم. انا لا انا عايز ابقى زي الناس دي. امم. والموقف اللي خلاني بدات اتحرك ان انا ابقى زيهم فعلا. امم. الموقف اللي خلاني اقول لا انا عايز ابقى زي الناس دي لما جيت في ممكن 2017 مثلا حاجه في الرينج ده. لا سوري مش 2017 اللي هي اللي قبل سنه التخرج يعني ممكن 21 حاجه زي كده. اه اه مش فاكر السنه بالظبط. المهم انا حد تمام. كلمني. الحد ده مين؟ باشمهندس اسلام الصياد. اسلام، انا بحبه في اسلام الله. اخويا الكبير بحبه. اكتر حد محترم وشاطر انا شفته في حياتي. يعني انا مش هقول اكتر من كده عشان ما انا تبقاش شهادتي مجروحه، بس اسلام لا اكتر لا لا حد شاطر انا واكتر حد محترم انا اتعاملت معاه في انا حياتي. بحبه في الله والله. انا كان اول مقابله بيني وبينه كان يوم يوم فرحه. فرحي. يوم فرحه كانت تلاقي مصر كلها موجوده يعني. اسلام اه حبيبي. اه. كانت بدايه معرفتي باسلام. مم. اسلام دخل كلمني على الفيسبوك. اسامه ازيك، انا حد مرشحك ليا، مم. عايزك تنزل معانا التيم. اوكي. كان هو في تكرنس عندنا، كان فاتح في تكرنس المقر بتاع التيم بتاعه. اوكي. اتكلمنا شوية وعرض عليا السالري ونظام الشغل والمواعيد وكلام من ده. وانا كنت عارف كويس يعني ايه اسلام الصياد. انت يعني كان عندك ايه باك جراوند عنه. يعني اوكي. ايه باك جراوند مش قوية بس كان عندي باك جراوند. مم. يعني إيه انت هتشتغل مع مع اسلام الصياد هتبقى نقلة كبيرة قوي ليك. تمام. مم. فانا جيت اهلي رفضوا برضو. عشان كانت فول تايم. اوكي، قبل الفول قبل تايم التخرج. قبل مم. التخرج وقبل ما هو قبل ما اوصل حتى اخر سنه. اوكي تمام. بلاش فول تايم. مم. فاهم زي ما قلنا لك بلاش. كانوا مصممين على رايهم مم. بلاش فول تايم، حاول تتخرج الاول وبعدين اعمل اللي انت عايزه. اوكي. الشغلانه كانت كويسه، كان فيها سالري كويسه، كان فيها مواعيد كويسه، راحه وبيئه عمل. واسلام ما شاء الله شاطر جدا وشغال في بسم الله ما حاجات شاء كتير الله. جدا. فانا كنت محتاج ان انا اختلط باسلام واختلط بالناس دي عشان اتعلم منهم. انا كنت جامد. شايف ان انا لا دول الناس اللي انا محتاج اشتغل معاهم واتعلم منهم. مم. بس فدي كانت يعني هنا انا زعلت. ان فاهم انت ما ان نزلتش انا ما معاه. نزلتش مع اسلام. اوكي. فضلت فتره بعد الموضوع ده انا متضايق. فاهم مم. انا متضايق رغم ان انا عارف ان اللي انا بعمله صح مم. وعارف من كويس. انا من جوايا عارف ان انا كأسامة شخصيتي مم. انا لو اتسحلت في شغلانه فول تايم انا مش هتخرج من الكليه. اصلا بقى. انا عارف اه. شخصيتي انا مش هعرف اشيل الحاجتين انت من سوا. الاشخاص اللي هو انا بركز ديب في الحاجه دي بالظبط. لحد ما لا اجيب وكمان اخرها. الفتره دي بقى انا كنت مهووس بالبرفورمانس. فاهم انت في مم. فتره الهوس بالبرفورمانس اللي هو انت ممكن تقعد يومين مطبق ما تنامش اه تتعلم في حاجه او بتظبط حاجه في كامبين ايا يكن. فانا بالظبط. كنت عارف مع حجم الشغل اللي عندي اسلام او كده اللي هو كلمني فيه لا انا مش هعرف انا كده هسيب الكليه. فاهم. تمام. فقلت خير وليه ما ما اعملش نطمحش انا ان احنا في يوم مم. نبقى اصحاب اسلام.
فاهم؟ اوكي. يعني مش هقول لك ان احنا نبقى زي اسلام، لا ليه ما نطمحش ان احنا في يوم نبقى اصحاب اسلام، نبقى قاعدين احنا واسلام انا هو شغالين في نفس الفيلد في نفس والاندستري الفيلد واصحابه، بنتبادل الخبرات بدل ما تبادلها وانا عنده موظف او حد شغال معاه، ممكن نتبادلها واحنا اصحاب، انا فاتح حاجه زيه اصغر منه ومش عارف ايه. بالظبط. بس وقد كان الحمد لله. يعني أنا الحمد دلوقتي انا لله. واسلام اصحاب جدا يعني، وبتعلم منه الخمس دقايق اللي الله. بقعدهم معاه بس اللهم بارك. بكورسز بفلوس. اللهم بارك. اللهم بارك. فدي كانت يعني ايه الدفعه اللي هي بعد الزعل، مم. وما فقت من الزعل وكده اخدت الدفعه، طب ما نحاول نوصل ان احنا ان شاء الله ايه يعني نبقى زي الناس دي. بالظبط. تمام. بس الحاجه بقى اللي زقتني في البرفورمانس شويه لما انا رحت اخدت قرار ان انا اعمل براند في اوكي. 2020. وقت الكورونا، بسم الله ما شاء الله اه عليك. تفتح وقت الكورونا يعني. بالظبط. ماشي. اه. عملت براند وحطت فيه راس مال، اخويا حط معايا فيه راس مال. مستشار احمد. اه طبعا. طبعا. ده يا باشا ده عسلية الباك جراوند بتاعتي بقى كلها، بس انا ما عس... بتكلمش عليه. ده الباك عسلية جراوند عسلية ده، بص العيلة، خلي ده بالك. ده اللي شايلني في كل حاجه يعني، ربنا ربنا يخليه لينا يا يخليه، رب. ربنا يخليه لك يا فاهم؟ رب ده ويخليه الباك ليك. جراوند اللي محدش يعرف عنها حاجه، هو احمد اخويا. مم. بس فهو اللي وقف جنبي وساعدني فيها وعملناه، نجحت فيه شويه في الاول، وبعدين بدات بقى اعرف ان الاي كوميرس مش جاست ادز ومش جاست بيرفورمانس، في بالظبط. اوبريشن، في ريستوكينج، في ستوك انفنتوري، في انفنتوري مانجمنت، مم. والروتيشن بتاع الستوك والتصنيع طلعنا والليله دماغنا دي من الداشبورد كلها. بقى. مم. فانا لسه انت لسه مم. بتحط رجلك بسم الله الرحمن الرحيم في الموضوع. مم. فانا لا، قفلت البراند بعد فتره، وكنت اتعلمت فيه بشكل كويس جدا. انا قفلته مش عشان فشلت فيه، انا قفلته لا حسيت في حاجات احسن تتعمل، اوكي. وحسيت ان انا مش ده هو برضو هيبقى الحاجه اللي هتبوم قوي ان هي تبقى الفول تايم جوب اللي انت بتاعتي. تسحل نفسك ان فيها. بالظبط ان انا اتحول لبراند اونر. مم. فلا كنت شايف ان في بدات بقى مع الخبره وكده، لان انا قعدت فيه مثلا حوالي ممكن سنه ولا حاجه. مم. من 6 شهور لسنه، مش متذكر المدد بالظبط، انت عارف الذاكره اه، بتاعتنا ما انا هي عارف ضايعه. انا. بس قعدت فيه خد شويه راحتك، حلوين. خد راحتك. اه. لا اخدت اكسبيرينس كويسه، عرفت مم. مشاكل، بقينا ننزل نروح القاهره نشوف مصانع، نقعد مع تجار، خدت ناخد الجيرني بقى فواتير. بتاعت بالظبط اخدت انت الجيرني كلها. واحتكيت بالظبط. بالقصه دي. اه. فانت عينك فتحت على حاجات تانية احسن، مم. وانت لسه في اول الطريق. فانا مم. قلت لا خلينا نسحب نفسنا واحنا في اول الطريق، مم. احسن ما. بلاش مم. ندوس وبعدين ايه ما نعرفش نسحب نفسنا. اوكي. وانا دايما يعني واكتشفت ان ناس كتير بتقول لك ان ده الصح، هي اختلاف وجهات نظر. في ناس مم. تقول لك لا انت مثلا بدات في الحاجه خلاص اعند معاها كملها، يا انت ننجح، فاهم؟ وفي ناس مش تقول لك شرط. لا يعني مش كده. ما هو مش شرط اللي يمشي معاك يمشي معايا، مش. بالظبط. بالظبط. اه. فاهم؟ وبعدين لا انا حسيت ان هو مم. لا انا هسحب نفسي من الموضوع ده. اوكي. بس هو ده اللي انا اتعلمت فيه بقى يعني، هو ده مم. اللي فعلا، لان انت زي ما احنا بنقول كده اللي هو انت نزلت بايدك اشتغلت، فاهم؟ مش اللي هو بالظبط. بقى انت قاعد ورا لابتوب وبتاع. مم. فانت فهمت اصلا، بقيت لما تدخل تتكلم مع صاحب بيزنس او مم. كلاينت او كده، انت بقيت فاهم ازاي تفيده، فاهم؟ لان انت تمام. خلاص بقيت عارف اصلا الدنيا ورا شغاله ازاي، السايكل شغاله ازاي، هو بيكسب ولا ما بيكسبش، طب التسعير، طب العروض، طب التصوير، طب الكلام ده كله انت بقيت بتعرف تشارك فيه. جميل. فهي دي كانت النقله، ان انا بدات اخد الاكسبيرينس دي اللي انا مم. اخدتها في التجربه بتاعه البراند بتاعتي اللي انا ما مم. كملتهاش، وبدات ان انا اروح اساعد عملاء. بس الكلاينت بيجي، ببدا ان انا احاول ان الاكسبيرينس المحدوده دي مع امكانياته هو، اللي هو بيجي الكلاينت بيكون غالبا مع امكانيات اكتر مم. مني شويه اللي انا ما كنتش قادر اوفرها للبراند بتاعي، اه. فبقيت بساعده فيه. تمام. طبعا كان وقتها كمان كنت انا اتعرفت على نور في فتره البراند دي، مم. وتعرفت على ضياء، وبدات ان انا اعرف بسم الله ما الناس شاء دي الله. اللي هم برضو ناس من الناس اللي لها فضل على الواحد بعد ربنا في اللي هو وصل له النهارده. بسم الله ما شاء مش الله. عايز اذكر اسماء عشان ما ننساش حد، انت آه. عارفهم كويس، مش محتاجين نقولهم. موجودين في الجروب. بالظبط موجودين في الجروب، فهم آه. كلهم عارفين نفسهم. اه. بس اللي انا فاكرهم وقتها يعني طبعا نور، لان هو كانت بدايه، وبقيت بقى كان هو سينيور وقتها وبادئ قبل بكتير، وعنده نوليدج واكسبيرينس محترمه، كان بيساعدني جامد. كناش لسه اصحاب حتى وقتها، فضل يساعدني قبل ما نبقى اصحاب، وبعدين بقينا اصحاب، وفضل متابع معايا، وما دخلت لاين جديد في البراند كان مدخله معايا، وما جيت اقفل البراند اخدت رايه وقفلناه وكل الكلام ده كله. وضياء كان مطلع لي كامبين على الماك بتاعه في وقتها بسم الله ما شاء الله. للبراند ده، هو اه. فاكره، فاهم؟ بس فهنا دي يعني كانت، انا كنت وقتها بالفعل شغال مع عملاء وكده، مم. بس كنتش لسه متطورت قوي. مم. الخطوه دي بقى هي اللي ادتني دافع بقى، لا انا محتاج البوش اتطور الجامد بالظبط، بقى هي عند دي بقى انت. البوش الجامده اللي انا اخدتها. وبرضو معرفة بنور وضياء وباقي الشباب زي ما قلنا، لا هي دي برضو من ضمن الحاجات اللي دفعت الواحد جامد.
انت لما تخرج تقعد مع واحد وتلاقيه اشطر منك، انت عايز تبقى شاطر زيه. بالظبط. انت انت عايز تبقى شاطر الاحتكاك زيه. ده بالظبط. بالاكسبيرينس خلي بالك بالظبط، انت لازم تقعد بيخليك كل فتره تنقل نفسك تقعد مع ناس اشطر منك. طبعا طبعا. يعني لازم كل فتره تقعد مع ناس اشطر منك. انا عايز اقول لك الحاجه، انا متولي كان مكانك هنا وقال لي جمله بجد لحد هذه اللحظه محفوره في دماغي. قال لي جوده يعني الشباب الصغيره بتبقى مثلا بيحط نفسه في دايره اللي هو انا كل اللي حواليا ميد ليفل، ايوه بالظبط. فهو مفكر نفسه ان انا اجمد واحد في الميد ليفل. بالظبط. فلما يجي يطلع بقى، تعالى بقى اطلع بقى للدايره بتاعتك تبقى سينيورز، فانت بالظبط. هتبقى اقل واحد في بالظبط. السينيورز. هي في ناس بتحب بالظبط. تعيش في الزون دي، بتحب مم. تعيش في الزون اللي هو انا اشطر واحد في الشركه اللي انا شغال فيها. مم. ماشي، ما ده اصلا معناه ان انت المفروض تمشي من الشركه اللي انت شغال فيها. بالظبط. اروح امشي حته من تانية. الشركه اللي انت شغال فيها، فاهم؟ اطور من نفسي، اشوف ايه اللي بالظبط. ناقصني. انا جيت في سبت براند من البراندز الكبيره اللي انا كنت شغال معاها بعد فتره طويله، وبعد ما عملت معاه ارقام رهيبه. وجيت قلت لنور، قلت له انا هوقف معاها. قال لي ليه؟ قلت له انا خلاص جبت اخر في الاندستري دي، ما هعمل ايه بعد كده؟ عايز اروح اشوف حاجه تانية. تمام. فاهم؟ عايز اشوف حاجه تانية ما اتعلمها. في فتره من الفترات برضو حاولت كتير دايما انقل نفسي ان انا دايما ابقى وسط ناس اشطر مني. في كتير جدا جدا في السوق اشطر منك ايا يكن مستواك. ده كده كده ده كده بص، ايا يكن مستواك حاليا، لو انت جونيور في اشطر منك، ميد في اشطر منك، سينيور في سينيور فوقك. بالظبط. ايا يكن اللي انت هتوصل له في حد اشطر منك. حاول دايما تقعد معاه. القعده معاهم مفيده، ودايما عشان تخليك عارف ان انت لسه عندك حاجات تتعلمها، وعارف ان انت لا لسه قدامك بدري، بتبقى عارف حاجات كتير. انما لو حسست نفسك وحطيت نفسك في زون ان انت اللي مقفل اللعبه وان انت اشطر واحد في اللعبه، مش هتوصل لحاجه. مش ده كده كده يعني. بالظبط. يعني ما فيش حد بيوصل. يعني انا دايما بفضل اقولها، انا هفضل اتعلم لحد ما اموت بصراحه. بالظبط. يعني فاهم؟ فكره ان انا افضل مكاني وان انا ما اتحركش وان انا لا، انا شايف نفسي ان انا شاطر في الحته دي، فمش مظبوط. مش عايز اطلع عشان خاطر لو طلعت فانا ممكن مظبوط. لا يبقى ايه يتقال عليا ان انا مثلا لا ده قليل شويه، لا مش بالظبط. عارف ايه. فلا يعني لا ده طبعا اصعب حاجه انت ممكن تعملها في حياتك. وده كمان احنا كبني ادمين كسب كونفليكس عندنا ان فكره ان انت ايه، لا خليني في الحته دي. هو عقلك مش عايز معلومات بالظبط. اكتر، مش عايز يذاكر، مش عايز يتعلم. عايز هو الكومفورت زون، هو طبيعه بالظبط العقل عايز بالظبط. الكومفورت زون بتاعته. تمام. انت عايز تجبره على حاجه هو ما بيحبهاش اصلا. بالظبط. هو العقل ولا عايز يتعلم ولا عايز يبذل مجهود ولا عايز يعمل كل اللي احنا بنعمله ده ضد عقل. واللي يكذب على حد ويقول له انت المفروض تكون كده وانت قاعد بتذاكر مبسوط ومزاجك حلو وانا بتعلق، طبعا انت تبقى متقدر. مفيش كده والله، انت اقسم متقدر بالله. اي مذاكره انت متقدر. والله انا اي مذاكره واي تعلم انت متقدر. انا مش كنت بكلم امير من فتره، فبقول له كان عندي محاضره في الام بي في الاكاديميه البحريه، فبقول له امير انا حاسس ان انا دخلتش تعليم في حياتي قبل بالظبط. كده. والله بجد يعني انا فكره ان انت بتخش فبتحتك مع ناس. إيه ده، انا بكلم عن نفسي، انا اصغر منهم سن، انا اعتبر اصغر واحد فيهم سنا. انا اتعامل مع ناس بقالها 25 سنه و26 سنه بالظبط. شغاله بايديها، يعني بالظبط. عمرها ده قد حقيقة. عمري يعني ولكن في الشغل. ده حقيقه. فاهم قصدي ايه؟ بس فكره اللي بيخلي الواحد دايما مستمر وان هو مكمل، هي حته ان انا لا، انا محتاج اتعلم، محتاج اطور من نفسي، بالظبط. محتاج. هي الحته دي مم. لازم، لو انت شخص من اللي انت عندك طموح مم. وفضلت كل فتره تنقل نفسك ان انت تقعد مع ناس اشطر منك او محقق نجاحات اكتر منك، مم. هتلاقيك غصب عنك دايما بتحاول تبقى زيهم. بالظبط. وفي حاجات كتير قوي انت هتلاقي نفسك ما تعرفهاش، كتير جدا كتير جدا، كتير. فوق ما تتخيل. محدش بيوصل اللي هو انا خلاص انا كده بقيت قفلت اللعبه. بالظبط. طيب اسامه، لو انا جوده جاي لك دلوقتي، تمام، بقول لك انا بص، انا شفت كام بوست كده على الفيسبوك ولسه متخرج او لسه بدرس او بعمل شيفت كارير، تمام، من زي ما انت عملت شيفت كارير من هندسه، ومحتاج نصيحتك، تبدا معايا بايه؟ هيشفت النفس مجال الميديا باينج. مجال البرفورمانس بقى بشكل عام. يعني انا بقى جوده اهو جاي لك بقول لك يا باشا انا متخرج من تجاره وانا لسه بدرس في تجاره، وعايز اعمل شيفت وعايز اتعلم الشغلانه بتاعتكم اللي بتجيب فلوس من على النت دي. بص، هي نصيحة اهرب. عكس اللي انا عملته. اهرب. لا 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 لا, لا. اه. المجال كويس عادي لحد عايز يشفت فيه. انزل ايجنسي. تمام ماشي. انزل ايجنسي حتى لو 6 شهور. تمام. انا من ضمن الحاجات اللي انا معترف بيها انها نقصاني لحد النهارده في خبرتي بسبب ان انا ما تعرضتش ليها، ان انا ما نزلتش فول تايم في ايجنسي شهور. وبتكلم على ايجنسي اللي هي فيها سحله شغل يا جوده، اللي هي انت طبعا. هتشيل فيها عملاء، انت هتشتغل فيها طبعا. على اندستريز وبلاد مختلفه واكونتس مختلفه. ما اقصدش بايجنسي ان انت بس تنزل تقعد لي من 8 ل 5، لا مش ده اللي انا بتكلم عليه. وما اقصدش برضو بايجنسي ان انت تنزل تشتغل في ان هاوس تيم في براند، ده مش كله احنا بنتكلم عليه. لا، انزل اشتغل في مكان يعرضك لحاجات كتير جدا في وقت قصير،
وما تكونش انت اللي في وش المدفع قبل ما تبقى انت اللي في وش المدفع. انا كنت في وش المدفع عادي. لا غالبا الايجنسيز يعني مش هتخليك يعني في الاول وفي الاخر لو في دروب لا قدر الله حصل مع عميل او حاجه زي كده هو بيفتكر الايجنسي مش هيفتكر البرفورمانس اللي كان شغال. وفي لا في ايجنسيز كويسه بتعرف تحمي حقوق الموظفين بتوعها ما بيعرضكش انت للتعامل مع العميل في اي مشكله. الخبرات اللي انت بتاخدها في ناس اللي انا عملته في 5 و6 سنين اكسبيرينس هم عملوه في 6 شهور. طيب بس نيجي هنا بقى النقطه عشان الناس ما تفهمش غلط. بعد ليميت معين في الايجنسي انت خلاص مش هتاخد من اكتر من كده. بالظبط لازم تمشي. بالظبط والله لازم تمشي. لو هتكمل كاريرك كله في الايجنسيز فانت مش هتوصل لحاجه اكتر من اللي انت وصلت لها. ليه؟ لان هنرجع للنقطه اللي احنا حطيناها، انت هتبقى اشطر واحد في الايجنسي. انت هتوصل لليفل معين، انا عايزك تروح وانت لسه انترن وتوصل كده لحد الميد ليفل ولا حاجه وخد بعضك ومع السلامه. لو استنيت ان انت تبقى انت السينيور اللي في الايجنسي خلاص انت هتكمل باقي حياتك عندك نفس الخبره، عندك نفس العلم، عندك نفس التجارب، مش هتزيد عليها خلاص اي حاجه. انت كده يعني حطيت برضه نفسك في الحته اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكومفورت زون. انا عايز اقول لك حاجه، الايجنسي ميزتها في ايه بقى؟ مثلا من 6 شهور لسنه ان انت حرفيا بتتعرض لكل الاندستريز. بالظبط ده اللي انا بتكلم عليه. يعني اندستريز ونيتش كمان، يعني مثلا كوزماتكس فانت بتشتغل في حته بالظبط في حته مثلا معينه، زيوت الشعر مثلا في الكوزماتكس، فاهم قصدي ايه؟ عايز اقول لك حاجه من ضمن الحاجات والله بجد اللي انا اثرت فيا انا كجوده هي الايجنسي. بكلمك بصراحه ويمكن كان فضل من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اشتغل في مكان في كاريري كان من وما زال يعني من افضل واشهر الاماكن في البرفورمانس ماركتنج ايجنسي في مصر. تمام. خليتني احتك بكلاينتس، خليتني احتك كمان بمديرين يعني. بالظبط. احنا بقى حتى ما اتكلمناش فعلا عن حته السوفت سكيلز اللي انت تتعلمها في ان انت ازاي تتعامل مع مدير، وازاي لو انت بقيت سينيور تتعامل مع اللي اقل منك، والتعامل مع الناس والنزول. لا كله ده خليه على جنب. خلينا نتكلم في الحته التكنيكال. مفيش عشان تشتغل فريلانس التجارب اللي انت هتتعرض لها في 2 مثلا ممكن تتعرض لها في الايجنسي في 2-3 بس هي الفكره ان انت ما تكملش لان بره الفريلانس احسن لاسباب بقى تانية، زي ان انت هتقدر تكبر مع البراند ويبقى في لويالتي ما بينك وما بين صاحب البراند نفسه او صاحب البيزنس. انت بتتعامل دايركت له، هو مش بيتعامل مع شركه، هو بيتعامل مع شخص. فيبدا يحصل كونكشنز ونتوركينج اقوى، تتعرف على صاحب بيزنس، تتعرف على صاحب براند، يرشحك لحد تاني. ففي النهايه الحلقه كلها هتصب عندك انت عكس ما هي كانت بتصب عند الايجنسي. فاحنا في الايجنسي بناخد الاكسبيرينس وبعد كده بنمشي. ده وجهه نظر. انا مش بقول ان ده الصح، بس انت بتقولي لو كاريرك انت بتقول ايه لو رجع بيك الزمن هتصلح ايه في الكارير انت عملته. اقول لك كنت هنزل 6 شهور سنه بالكتير في ايجنسي وبعدين امشي. خلاص ماشي انا هنزل ايجنسي. ايه تاني بقى يعني جنب ان انا شغال في ايجنسي بتنصحني بيه ان انا اطور في نفسي فيه او ان انا اشتغل عليه وانا شغال في الايجنسي مثلا؟ انا خلاص يا عم خلاص قشطه، هعمل CV محترم وهعمل بورتفوليو محترم كده مع شويه كيس ستاديز حقيقيه طبعا يعني وهنزل ايجنسي. ايه تاني ممكن اسامه ينصحني بيه ان انا بعد ما ان انا اشتغل في ايجنسي؟ يعني النتوركينج، العلاقات بتاعتك. ثانيه واحده بقى، لا نقف هنا. علاقات ولا شله؟ لا علاقات طبعا. تمام. في فرق كبير. انت من يومين قلت في بوست كده، انا عارف ان انا هشير البوست ده ويتقال علينا شله، بس انت عارف كويس ان احنا مش شله. احنا لما في حد فينا بيبقى مثلا يعني احنا لما في حد مثلا يا عم اقول لك حاجه جوده عمل حاجه غلط، تمام مظبوط. لا بلاقي اسامه بيكلمني، بلاقي نور بيكلمني، بلاقي متولي بيكلمني جوده خلي بالك مش عارف ايه. هي الفكره ان انت عارف انت اللي هو ايه، انت لو في حد بيعمل حاجه غلط فانت بتقول له فول الصبر الحمد لله ما فيش حد يعني ما فيش حد من الجروب ده بيعمل حاجه غلط. حاجات قبل كده نزلتها عشان انتوا بعتوا لي في الجروب قلت لي لا اللي انت منزله ده ما ينفعش ينزل. بالظبط. مش كلكم جماعيا، مره عمار بعت لي، مره ضياء بعت لي، فاهم، مره نور بعت لي، مره انت بعت لي، فاهم. فاكر او مش شرط ان انا امسحها، ساعات بتبقى جمله مثلا انا كاتبها انا ما اعرفش معناها، لا حد يدخل يقول لي لا دي ممكن تتفهم بمعنيين، لا بلاش امسحها، فاهم. لا انت لسه ما ينفعش تنزل تكتب خلي بالك الكيز اللي انت كاتبها دي في رقم ما اعرفش ايه ظاهر في ايه بلاش تنزله، لا مش عارف ده لمصلحتك ايه ما تعمل كل دي الحاجات. فانت كده مش شله. الشله دي يعني انا اشوفك منزل بوست اعمل لك شير ولايك وكومنت واقعد ارشحك لاي حد مقابلني. بص انا برضو اسمع عايز اقول لك على حاجه، انا بالنسبه لي ببقى شايف الحته دي ازاي يعني. خليني برضو اوضح رايي في الحته دي يعني. انا كجوده تمام، الراجل بتاع جروس عنده موبايل ابلكيشن
بس اوريدي انا لو جالي كلاينت عايز يشتغل شوبيفاي فاوريدي مظبوط. بشتغل معاه شوبيفاي، انت فاهم قصدي ايه؟ مظبوط. عايز في مثلا عنده مشكله في التراكنج فهبدا ان انا مظبوط. احلها له في التراكنج، يعني فاهم مظبوط. قصدي ايه؟ هي الفكره كلها ان هو انا يبقى عندي النو هاو بتاعت كل حاجه وبتتعمل ازاي. بلس كمان ما هو برضو في حته معينه ان انت اوريدي بتقع مثلا في مشاكل معينه، فانت يا باشا اتصرف يا باشا حلها. مظبوط. يعني انا مثلا دايما يعني كنت قاعد مع الشباب من فتره كده، فبيقولوا لي يا جوده ايه الفرق بين الميد ليفل والسينيور؟ قلت له يا باشا بص احنا مش هنقعد نتكلم في شغل تكنيكال وبتاع مش عارف ايه، انا بقول حاجه واحده بس، الراجل الميد ليفل يجي يقول لي جوده الحقني انا مش عارف اعمل دي. مم. الراجل السينيور بيروح يبقى في مشكله يروح هو يحلها ويجي يقول لي مظبوط. جوده بقول لك ايه، ان حصل مشكله 1 2 3 4 فانا حليتها. مظبوط. ده باختصار شديد قوي 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 قوي. مظبوط. ده بس كان توضيحا بس للنقطه اللي هي بتاعت هقول لك انا اقصد ايه. انا لا، انت النهارده مثلا محتاج تكون عارف شوبيفاي، ما ينفعش ما تكونش عارف شوبيفاي وبتعرف تشتغل عليه كويس. بس هل مطلوب منك تكون بتعرف تغير السيم مثلا او تغير لا شانزز في 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 البرودكت راجل بيج؟ ديفلوبر بقى عامل الستوري كلها. بالظبط، فده اللي انا بتكلم فيه. امم بس ده لكن يعني هل الفكره بقى في ايه في حته السينيورتي اللي انت اتكلمت عنها؟ مم. ان انا اكون عارف ان انا لو عملت تشينج معين في البرودكت بيج مم. ده هيعمل كذا، وده بيتعمل في شوبيفاي بيتعمل، فانت عندك النو هاو مم. فاهم. بس مش شرط انت تعملها بايدك. بالظبط. وبرضه احنا مش بنتكلم على اساسيات الشغلانه، يعني لو مم. انت ميديا باير فخلاص، لا في عندك ميتا سناب شات تيك توك مش عارف خلاص كده انت ميديا باير، فدول البيزكس اصلا، مش بنخرج مم. براهم، فاهم تمام قصدي؟ اه. لكن في حاجات بتبقى بره الشغلانه بس بتفيدك. مم. بمعنى تاني، هل انا مطلوب مني اكون سينيور كوبي رايتر وانا لا شغال بفيرمانس ميديا باير؟ بس لا. تبقى بس ابقى عارف النو هاو بتاعت الكوبي رايتنج. الكاب دي هتكونفرت معايا ولا لا؟ بالظبط، ما ده اللي انا بتكلم مم. فيه. يعني انت مش مطلوب منك تبقى سينيور كوبي رايتر وسينيور لا جرافيك لا ديزاينر لا ومش عارف وتبقى ارت دايركتور وتبقى بيرفورمانس ميديا، مش مطلوب منك كل ده. بالظبط انت صح. هتاخد التي شيب ماركتير عادي بتاعتك عادي خالص، بس كل الحاجات اللي حواليها في الماركت لازم تتعلم النو هاو بتاعتها. لازم يبقى عندك نظره الجرافيك ديزاين، لازم يبقى عندك سنس الكوبي رايتنج، فاهم؟ لازم تبقى فاهم الاي كوميرس اوبريشن بتاعتها عامله ازاي في الباك جراوند. بس اكيد مش هتكون عارف المخازن بتترص والستوك لا بيتشال لا فيها لا 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 وبتتحط مش ازاي، مش فاهم؟ مش مش مطلوبه مش, مش منك، مطلوبه مني بس خالص. تكون فاهم الاوبريشن ماشيه ازاي، فاهم؟ هي دي بالظبط. الفكره، ان انت تبقى ملم بكل حاجه، فاهم؟ بس مش شرط ان انت كلها بتعرف تشتغلها بايدك. بالظبط انا ده معاك، وجهه نظري. انا معاك في ده والنقطه دي لو قعدنا نتكلم فيها احنا اه هناخد ساعتين هنطول. لانها بس انا حته. بس انا معاك وبرضه فيها بس انا معاك فيها بالجزء اللي او بالفيجن اللي احنا بنتكلم فيها انا دي. مش بقولها عشان الناس ما تتعلمش كتير. انا مم. بيصعب عليا بعض الناس اللي سحله نفسها في حاجه هو ممكن لو اخد الوقت اللي حطه ان هو يتعلم فيها ان هو يبقى اكسبرت فيها ده، ووفره لبيزكس وكور شغله، تمام، هيشتغل احسن. بالظبط. سواء بالظبط. عن طريق ان هو يعملها ديليجيشن بقى لحد، فاهم؟ يجيب حد يعملها له، فاهم؟ وانت شايف اصلا دلوقتي كل الحاجات اللي احنا قعدنا نتعلم فيها سنين وكنا بنقعد عليها بالثلاث اربع ايام بقت النهارده كليك. بقت النهارده كليك. في حاجات احنا كنا بنقعد بالثلاث ايام سهرانين عليها نظبطها، دلوقتي انت بتدخل تعمل نكست بتخلص، فاهم؟ بالظبط. بس ما خليني اقول لك على حاجه، يعني في حاجه مثلا انت كده انت كأسامة بتعملها بتفرق معاك جدا في يومك، يعني في سر كده ما حدش يعرفه. ف اللي هو ايه، بتغير مودك، بتخليك اللي هو تطلع باور اكتر بيرسونال ولا بنتكلم على لا الشغل؟ بنعيش، احنا بنتكلم على الشغل دلوقتي، احنا بنتكلم اللي هو يا ايه، باشا عارف انت الموتيفيشن اللي انا بقعد كده انت فاهم ساعه ايوه يا ساعتين. عم طبعا اتجوزت. اتجوزت، عايز ايه اكتر من كده؟ لا مفيش يبارك والله. فيك لا ويوسعك يا رب يوم العالمين. يومي روتيني عادي خالص. انا مش هقول لك بقى بتصحى بقى تعمل كوبايه الشاي وتقول مش، لا يوم روتيني يا باشا ممل عادي يا جدا. باشا يوم بني انا ادم بصحى بشوف طبيعي. المشاكل فين بالظبط، فاهم؟ وبحلها. بس يعني لا ما فيش حاجه مم. معينه بصراحه. تمام. بس لو حسيت باحباط او كده، بس تقعد مع نفسك تفتكر بقى جاي لك بقى في الحته دي، النعم اللي انت فيها الحمد وخلاص. لله انا في الزحام، انا بالظبط. نفسنا في الزحام من النعم، يعني اظن ان احنا كلنا في الزحام من النعم، الحمد لله رب العالمين على اللي احنا فيه ده. انا بس عايزك كويس ان انت فتحت انا ما بحبش الموضوع الحته دي. الموضوع ده. شفت اما يجي حد مثلا منزل الصوره المشهوره بتاعت يا رب شغلانه من اللي فيها مكتب وجنبي ايس كوفي ومش عارف ايه، وتلاقي بقى الشباب والبنات مشيرينها انت ما تعرفش اللي فيها. لا يا حبيبي ما نعرفش اللي فيها ايه، انت مش شغال عامل بتطلع طوب وزلط الدور السادس، فاهم؟ قول الحمد لله على النعمه اللي انت فيها. لا ما انت قاعد على مكتب، الشغلانه متعبه ومرهقه ولها مليون عيب وصعبه جدا، ما قلناش حاجه، بس ستيل ما تنكرش يعني ما تجحدش النعمه احنا اللي انت فيها، فاهم؟ بس انا هتخليني احكي حاجات انا بص، بس انا ما بحبش بس أنا الشخص اللي يحاول يصدر دايما صوره ان انا شغلانتي طب انا صعبه واصعب شغلانه. كل الشغل صعب، مليون مفيش في المية شغل سهل. مليون في المية هات لي حد شغله سهل. اقعد مع سي او شركه مالتي ناشونال بتبيع ب 100 مليون دولار في السنه، يقول لك انا طالع عينه وما بنامش. بالظبط
بالظبط. فاهم؟ اقعد مع عامل بيقبض 2000 جنيه يقول لك انا طالع عيني وما بنامش. انا عايز اقول لك على حاجه والله بجد، يعني انت نفسك انت بتيجي تبص لها كده، فاللي هو يا معلم انا كجوده مثلا، انا دلوقتي اهو، انا ما كنتش احلم بربع اللي انا فيه دلوقتي. بالظبط انت فاهم قصدي ايه؟ بالظبط انا كجوده بقول لك اهو، انا ما كنتش عمري في حياتي احلم اي حاجه انا بالظبط وصلت لها، يا فضل ونعمه، طبعا ونعمه وكرم من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده فاهم حقيقي قصدي ايه؟ ففكره بقى جحود النعمه دي هي فعلا زي ما انت ما بتقول كده، ان ايه، في ناس تقول لك ايه، يا انا طالع بالظبط. عيني، ايوه انا طالع ايوه عيني وما بنامش وشغال بالظبط واصل انا يا باشا انت مش معمول الشاذلي يعني، صح. صباح الفل يعني، انت في وبعدين كله ايه؟ طلع عينه، هو خلاص مين م- مين م- مين مين حاليا في الوضع الحالي في الزمن م- الحالي، زمن الرأسمالية الجميل ده، مش طالع م- عينه. احنا م- كلنا بلا استثناء من اول حرفيا العامل لحد م. السي او زي ما بقول لك، كلهم طالعين عينه. بالظبط. طب انت قلت لي اللي هو انت لو رجع بيك الزمن انت تشتغل في ايجنسي، هنزل اخد اكسبيرينس تنزل الايجنسي، تاخد لكن مش هشتغل في اكسبيرينس ايجنسي. في ايجنسي، مظبوط لكن اللي هو زي ما احنا اتكلمنا بالظبط. كده اللي هو هتسرع النتوركينج مم. وهتسرع الاكسبيرينس اللي مم. هتتعرض لها. انا مش عارف هل ده صح ولا غلط، بس يعني انا ساعات بحس ان انا كان ممكن اسرع اللي انا عملته في الفتره دي. مم. انت لو مش لو الشخص اللي بيتفرج مثلا وعايز مم. ياخد النصيحه دي، لو مم. قدامه لسه مساحه من الوقت، مم. يعني لو هو بيبدا مثلا زي ما انا كنت بادئ لسه مم. هيدخل مخلص ثانويه عامه او كده ولسه هيبدا، لا خد براحتك عادي، ابدا تمام. كاريرك واحده واحده، ما مم. تستعجلش على نزول في الايجنسي. في حاجه اسامه انت كده دايما بتسالها لنفسك، او اللي هو او الفتره اللي هي احنا زي ما قلت لك احنا الجيرني بتاعتنا ابس اند داون، مظبوط فانت في فتره كده قلت بص يا باشا صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ادي اللابتوب اهو، انا هروح اشوف لي شغلانه غير الشغلانه دي وارجع اشتغل بالهندسه، او انا اروح اعمل لي شيفت في اي حته. هل مريت بده في يوم من الايام؟ لسه متعافي منه من كام شهر. من كام شهر؟ ده حقيقة ده اه. حقيقة، والناس القريبة مني عارفين الكلام ده. امم. أنا قعدت من أول 2025 امم. هي السنة اللي احنا فيها امم. لحد ممكن شهر 6 2025. امم. أنا شبه مش بشتغل، تمام. مش عشان مش لاقي شغل، لا عشان أنا بيرن أوت وتعبت وما بقتش ده من مستحمل. ايه طيب تعبت وما يعني؟ بقتش مستحمل إيه؟ مم. تشتت اللي أنا فيه، فاهم؟ كنت انا نزلت بوست عن الموضوع ده مم. كان عجب ناس كتير. لو كنت مم. بتكلم فيه ان التشتت اللي احنا بنتعرض ليه في مجالنا مم. بحكم السرعه اللي هو ماشي بيها، بحكم بالظبط. التطور اللي هو ماشي بيه، انت مش ملاحق. انت مش ملاحق النهارده، هل تكمل من جونيور لميد لسينيور لجروس لمش مم. عارف ايه، ولا هل تروح تشوف الموبايل ابلكيشنز دي بتقول ايه تشتغل فيها؟ طب مم. ده انا ناقصني الساس، والساس شكله هو اللي جاي، مم. طب مش عارف ايه. فضلت احاول الم كل حاجه وابقى كل حاجه، فحصل لي بيرن اوت رهيب. مم. بقيتش عارف، مش قادر ان انا اشتغل. كنت محتاج فتره ان انا اقعد مع نفسي، بالظبط. ورقه وقلم كده، مم. انت عايز انا ايه عايز ايه؟ مم. بالظبط، دي لازم تعملها. مم. السنين اللي قبلها ليه ما عملتش كده؟ لان انا كنت في سحله وبيك الشغل، وانت عارف الفتره دي بتبقى انت عندك هايب شويه واكتف بالظبط. شويه، بالظبط. فانت بتكون خلاص انت طاير بسرعه الصاروخ، وبعدين فجاه تلاقيك نزلت على وشك. بالظبط. تقعد انت تتعافى من الفتره دي كتير. طلعت بقى منها ازاي؟ عشان خلي بالك في ناس، يعني انا بس عشان بس اقول لك على حاجه، في ناس يا اسامه بتاخد الفتره دي وما بتعرفش تطلع منها ده وتعيش حقيقي دور الضحيه، واللي هو انا خلاص انا الدنيا جت عليا، انا الدنيا ظلماني، او انا خلاص انا مش قادر اكمل، او انا مش فاهم قصدي ايه. ده حقيقي وكل زي ما قلت لك احنا كلنا بلا استثناء عدى علينا الفتره دي. مظبوط. تصدق وتؤمن بالله، لا انا اله الا انا, أنا الله. اول مره اقول الكلام ده. انا في شهر واحد اللي فات اقسم بالله كنت هنزل بوست على السوشيال ميديا، انا كنت شغال في مكان في السعوديه من اكبر 5 شركات في السعوديه، مم. تمام. انا كنت انزل بوست على السوشيال ميديا، يا جماعه انا ما بقيتش راجل جروس ماركتير، واي حد فيه شغل كنت هديليجيت الشغل لاصحابي، تمام. و... وانا بعتذر، وانا مش هقدر اكمل في الفيلد وفي الاندستري. اقسم بالله انا كتبت البوست وجهزته وعملته درافت، وخدت راي حد صديقي عزيز عليا جدا في وقتها، جالي تحت البيت وقعد يتكلم معايا، انا عمري ما انساه، وهو مش هيحب ان انا اقول اسمه يعني، مم. تمام. انا بقول لك اسمه بعدين ماشي. وده في شهر واحد اللي فات. مم. فاللي انا عايزه بقى، انا عايز اسمع منك انت طلعت من ده ازاي يا معلم. طلعت منه ازاي؟ مم. بص، اول حاجه زي ما قلت لك، انا قعدت مع نفسي شفت مم. اصلا ايه اللي وصلنا لكده. يعني ايه اكتر حاجه عامله عليا لود في مم. الشغل ده؟ هل مجهود بدني، هل مجهود ذهني، هل مجهود نفسي، هل الشغل انا مش حابه، ولا هل المشكله في ايه؟
عرفت ايه النقط اللي مضايقاني مثلا، وليكن كانت اكبر مشكله بالنسبه لي حته الكوميونيكيشن، ان انا مش عايز ابقى انا اللي في وش الكوميونيكيشن، لان ده عكس طبيعه شخصيتي. تمام، انا مش واحد، انا واحد ما بحبش الكوميونيكيشن، ما بحبش ارد على مكالمه تليفون، فاهم؟ انت اكتر حد عارف الكلام ده، اللي حواليا عارفين الكلام ده. بنعاني ما والله. بحبش الميتنج، ما بحبش الحاجات دي كلها، فاهم؟ ودي كور في شغلانتك، فاهم؟ فانت ما ينفعش. فانا جيت على نفسي، تمام، سنين اللي هو انا شغال فيها وعمال بعمل كل ده، فانت فجاه طبيعي ده خلاص، طالما عكس شخصيتك هتوصل لمرحله ان انت بيرن اوت، فاهم؟ انت بالظبط. خلاص، فاهم؟ طاقتك اللي انت عمال بتحاول تسبورت بيها السوشيالايز بتاعتك، فاهم؟ خلاص خلصت. فزي ما قلنا هتقع على وشك، فاهم؟ فبدات اقعد مع نفسي، دي مضايقاني، واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. طيب هل دول لو انا هكمل في الشغلانه دي هينفع ليهم طريقه يتحلوا بيها ولا ما لهمش طريقه يتحلوا بيها؟ طب واحد واثنين ثلاثه هيتحلوا عن طريق كذا كذا. اربعه وخمسه لا، دول صعبين. طب بس انا لو رحت للحته المانجيريال ليفل مثلا ممكن ان هم يتحلوا، فاهم؟ فحاول اشتغل على نفسي ان انا بدل ما انا ابقى في الحته اللي تحت ان انا ميديا باير، طب ما احاول ان انا ابقى تيم ليدر، فاهم؟ طب ما احاول ان انا ابقى كذا. طيب لو انا حسيت ان خلاص الحل مثلا ان انا اتنقل من نقطه السينيور مثلا لنقطه التيم ليدر، طب المهاره دي محتاجه ايه؟ محتاجه مانجمنت سكيلز، محتاجه ان انت تبقى اشطر تكنيكال شويه من كده. قعدت مع نفسي كده، لا انت لسه بدري عليك شويه حلوين ان انت تبقى تيم ليدر. طب خلاص هتعمل ايه؟ هوقف مثلا مؤقتا واحاول اتعلم الاساسيات بتاعه التيم ليدنج، فاهم؟ دي كلها افكار حقيقيه جت في دماغي، بعيدا بقى انا استقريت في ايه في الاخر، فاهم؟ طب ما نركز في شوبيفاي اكتر، فاهم؟ وان تايم سيرفيس وخلاص، وبتديليفر للعميل، ما فيش فيها كوميونيكيشن كتير، بس عندي فيها عيوب 1 2 3 4، بس مميزاتها 1 2 3 انت قعدت 4. حسبت بقى وجبت كل ورقه حاجه، انا بقول وقلم لك قعدت وقعدت. حوالي 6 شهور، حطيت كل الفرص اللي موجوده قدامي. طب هل اوقف الفريلانس انت وانزل؟ 6 شهور انت بيرن اوت. 6 شهور انا بيرن اوت، بتعملش مش اي حاجه. بعمل غير اساسيات شغلي اللي هم كانوا فول تايم جوب ان هاوس براند واي كارت. اوكي. الاثنين دول بس، تمام. وكنت بستنزف فيهم ماديا، نفسيا، جسديا، كل حاجه. وركز على ماديا، يعني انت قاعد حرفيا انت الدخل الانكم اقل من الاوتكم، تمام. بالظبط. 6 شهور ايه؟ انا متجوز 1/8/2025، فانت بتتكلم في ال6 شهور اللي هم المدعكه اللي قبل الفرح، الجواز. تمام. فممكن برضو يكون الضغط، فاهم؟ واللود اللي الواحد كان محطوط فيه كان له اثر برضو في البرن اوت ده. بس ما اتضايقتش، ما عشتش دور الضحيه، قلت انا في اجازه، تمام. استمتع، عيش الاجازه اللي انت فيها، فاهم؟ ده في والله. اجازه. طبعا الموضوع ما كانش ماشي بالمثاليه دي، واوقات بزعل واوقات بتضايق، بس اجي اقعد مع نفسي، اعتبر نفسك في اجازه، فاهم؟ تمام. مش في 1 2 3 مثلا دول شغالين على جنبهم، خلاص حافظ عليهم مثلا، وتعالى نفكر في هنعمل ايه. جميل. طب فول تايم ان هاوس براند، لا ده هيخليك تروح القاهره. طب هل انت قادر تروح القاهره دلوقتي بعد الجواز؟ طب مش عارف ايه. قعدت افكر في كل حاجه، جميل. حطيت كل السيناريوز جنب ده بقى. تاني خطوه، وكانت اهم خطوه انا عملتها، نفس الورقه والقلم. مين اللي ممكن اكلمه اخد رايه؟ حلو قوي. مين اللي ممكن اكلمه استشيره؟ حطيت حوالي 3 أو 4 اسماء، كلمتهم كلهم. جميل. انا عايز اقعد معاك. قعدت معاه، منهم ناس نزلت لها القاهره مخصوص، يوم مخصوص عشان اقابله واقعد معاه. قلت له هنتقابل يوم كذا، ورحت قعدت معاهم. وفي ناس لما تسمع البودكاست ده لا لو سمعته هتعرف ان انا عملت معاهم كده. وقعدت معاهم واتكلمت معاهم وشرحت لهم الكيس بتاع ال6 شهور كامله، وانا قاعد 1 2 3 وانا واصل لهنا، وانا ضعيف تكنيكال هنا، وانا ضعيف في الحته دي، وانا ما اتعلمتش الحته دي، وانا ما عملتش دي. يقول لي طب ما انت لو رحت للحته دي هترتاح في دي. اقول له طب كذا، قعدنا كذا. عارف، حتى لو ما فتكاش انت النقاش نفسه هيفتح عينك، بالظبط، فاهم؟ فيبقى حاجتين لو اختصرنا الموضوع ده كله، الحاجتين. اول حاجه انت تقعد مع نفسك كده بورقه وقلم، شوف انت عايز ايه والمميزات والعيوب ايه، وتبقى عارف كويس ان مفيش اختيار هيبقى كله مميزات وكله راحه. بالظبط. شوف انت قادر تضحي بايه. يعني مثلا والله في ناس بالنسبه لها يقول لك لا انا اهم حاجه عندي فلوس حتى لو يطلع عين اهلي، فاهم؟ في واحد يقول لك لا انا ما يلزمنيش الفلوس، انا مش عايز ابقى مليونير، عايز ابقى مرتاح، فاهم؟ عايز الاساسيات بتاعه الحياه انت بتحط الجولز بتاعتك، انت عايز ايه في الاول وفي الاخر، انت عايز كل واحد وشخصيته. تاني حاجه شوف مين حواليك تقدر تاخد رايه، اخوك بقى، والدك، والدتك، واحد صاحبك. روح خد كونسلتيشن مع حد انت واثق فيه، فاهم؟ روح كلمه قول له انا عايز كونسلتيشن، وده انا عملتها مع حد، قلت له انا عايز كونسلتيشن في كذا وكذا واعمل ايه. بس فالحمد لله يعني، الحمد لله ان انت خرجت منها على خير. الحمد لله. عايز اقول لك والله بجد يعني انا ما فيش حد اعرفه ما مرش بده، ما فيش حد اعرفه ما طلعش من ده. اللي ما مرش بيها ما بيفهمهاش بالظبط، مش هيفهم. يعني انت قاعد 3 4 شهور كده مثلا، انت ما بتشتغلش، ما بتعملش حاجه،
انت ما بالظبط. بتعملش حاجه، انت قاعد بتتفرج على الحيطه وتفكر اعمل ايه في اللي جاي. ايه اللي جاي. فخلي بس انا عايز اقول لك حاجه، دي دفعه ايوه يعني. طبعا، عارف لا انت طبعا السهم بالظبط. هو ده زي السهم اهم بيرجع حاجه ما لورا. يعملش زي ما انت قلت في الاول، مم. ما ياخدش دور دور الضحيه، وانا الضحيه. اللي اتحطيت في شغلانه مم. وحشه وانا اتحطيت في ظروف، لا. ما تعملش بشوفها كده، بشوفها كتير قوي الفتره ما تاخدش الاخيره دور على الضحيه. على السوشيال ميديا والله، يعني لا، حته ان انا اصل الدوله مش ما تاخدش دور الضحيه. هقول لك على حاجه مم. مثلا، يعني من ضمن المشاكل في السوشيال ميديا مم. عندنا. احنا اصلا يعني مثلا بطبيعه المشكله، انت لما بتعمل كده ما بتنزلش غير الحاجات الكويسه بس على السوشيال ميديا، فاهم؟ محدش بيشوف يا يعني يمكن ده اول باشا. مره اتكلم على الموضوع ده، فاهم؟ مم. وعشان بس احنا في بودكاست تجربه، فاهم؟ فانت بتتكلم المفروض عن حاجات عن عاديه اكسبيرينس. حصلت معاك. بس زي ما انت قلت، انت هتلاقيك انت مش قادر تنزل البوست، فاهم؟ انت مش عايز، احنا مش عايز تبقى اتنشن، مش عايز تبقى بتاع شو، مش عايز تعيش دور بالظبط. الضحيه، فاهم؟ دي ظروفي وانا اللي اخترتها، فاهم؟ فانت دايما بتنزل الحاجات الكويسه بس، فاهم؟ ومحدش شايف يعني انا دايما اقولها يا بالظبط، جماعه، والله ما حد بيطلع على السوشيال ميديا بيقول لك خيبته. بالظبط. طب ابدا، طب انا كنت ابدا. لسه هل انت عمرك شفت حد منزل مثلا بيقول لك انا اشتغلت مع العميل ده وخسرته ومش والله عارف كام؟ ولا الهوا، والله ولا الهوا ولا حد مستحيل، بيقول كده، فاهم قصدي مستحيل. ايه؟ فبرضه عشان برضه يعني انت في جزء من او انت الشخص اللي انت بتبص له ده على السوشيال ميديا، مظبوط. انت شايف اللي بينزله بس. عامه يعني ممكن يكون بينزل بوست وبعدها بينزل يتخانق بالظبط، او بيعمل مشكله بالظبط. او هو عنده مشكله صح. بيحلها. فاهم قصدي ايه؟ يعني خد الجانب الايجابي، ما عنديش مشكله. السوشيال ميديا خداعه، اه. هي قفت هذا الزمن السوشيال امم ميديا. امم رغم ان هي كور شغلنا وكور امم رزقنا دلوقتي وكور مصدر دخلنا هو السوشيال ميديا. امم يعني لو السوشيال ميديا اتقفلت بكره انا خلاص وانت، او انت خلاص خلاص. هنروح نشوف اول بقى. عباس. بالظبط. اول عباس نقف نشوف في اول عباس. بالظبط، فاهم؟ هيبقى ده يعني امم مش هنلاقي حاجه نعملها. امم بس هي، لا، هي قفت هذا امم الزمن امم بسبب المواضيع اللي انا كلمتك عنها في الاول، الفرص الكتير المتاحه، التشتت اللي قدامك، امم اللي انت شايف ده ناجح وده بينزل ستوري وهو بره مصر، وده بينزل ستوري وهو قاعد على البحر، وده امم بينزل ستوري وهو مش عارف في بلد ايه، وده بينزل كيس وهو بايع ب 100 مليون، وده بينزل كيس وهو بايع بمليون، فاهم؟ وانت قاعد بتتفرج، فاهم؟ انا عايز ابقى زي الناس دي يا معلم، صباح بالظبط. الفل. اه هتقوم قاعد مكانك مش هتعمل اي حاجه، بالظبط بالظبط. فهتقوم قاعد مكانك مش هتعمل اي حاجه هي اللي بس. بقى تطلع تنظر. بالظبط. لا، ده اللي عالم تاني مالناش دعوه بيه. لا لا، ده مش هنتكلم عنه. جدع مش جدع. هينفع البودكاست محترم يا عم. لا مش احنا مالناش دعوه بحد يعني. طب اسامه، يعني عايز اقول لك على حاجه، يعني عايز انتقل بقى في الرحله دي، وانا حاسس ان هي دور مهم قوي في نقله اسامه. هي اي كارد. الفكره جات لك ازاي اساسا يعني؟ الفكره جات لي ازاي؟ مم. فاكر لما قلت لك انا بتعلم اون ديموند على اه الطلب؟ اه انا جيت فتره مم. كان الكلاينتس اللي معايا او كور الشغل اللي معايا او اهم الشغل اللي معايا شوبيفاي، مم. على شوبيفاي، تمام. مم. لقيتني كل شويه معلش اروح للبيزنس اونر، هو انا كنت عايز اعدل زرار الاد تو كارت، عايز اعدل الكارت احط فيها مش عارف شريط فري شيبنج لو عمل ايه، مم. عايز اعمل طب ليه ما اتعلمش ده بيتعمل ازاي، فاهم؟ جامد. مم. فبدات ان انا اتعلم واحده واحده، مم. وبعدين حبيت الموضوع حلو، مم. ولقيت نفسي حاسس ان لا، يجي مني فيه، فاهم؟ فبدات ادوس فيه اكتر، تمام. جامد. وبعدين قمت جاي بعت البيعه بقى بتاعتي ازاي. مم. جيت للكلاينت اللي انا هشتغل معاه، تمام. كان كلاينتس كتير مثلا، كان الموضوع عامل لي مشكله في شغلي، ان انا عشان اقنع الكلاينت مثلا من نقله وورد بريس لشوبيفاي او كل الناس الكلام كانت ده، مقدسه وورد فاهم؟ بريس. فبالظبط، فكان الموضوع بيبقى صعب جدا، تمام. وانا واحد بتاع برفورمانس، وانا زي ما انت قلت كده انا بحب النوعيه، يعني كانت معظم الناس بتشتكي مني يقول لك انت بتتكلمش معانا، فاهم؟ انا بشوف المشكله بحلها، انا مش عايز ارجع لك اقول لك اصل احنا عندنا مشكله في الويب سايت مش محتاجه هصدر لك تتحل، مشكله يا فاهم؟ معلم، صباح الفل هو يعني. شغلي، يعني ايه اجي اقول لك اصل عندنا مشكله في الويب سايت عايزه تتحل؟ طب ما انت جايبني بتديني فلوس ليه؟ تمام. انا احل المشكله واجي لك، فاهم؟ مم. بس فجيت قلت له انا هعمل لك الويب سايت فور فري، اوكي. بس مقابل ان احنا ننقل الشغل عليه. الشغل عليه وبعدها انا هعمل لك الويب سايت، لو النتائج اتحسنت والريزلتس بقت احسن مم. هتديني فلوس الويب سايت. جامد. الريزلت ما بقتش احسن وما عملش امباكت معاك، مش لا. عايز فلوس الويب سايت. لما اوكي. وصلت للثقه بقى ان انا عارف ان انا ازاي هطلع ويب سايت يبيع، اوكي. وبعدين اكتشفت الجاب بقى اللي في الماركت هنا، اللي هي ان انت يعني ايه تتعامل مع حد ديفلوبر بالمايند سيت الماركتير. جاب كبيره قوي، خلي بالك. إن أنت وخناقات كتير قوي بتدور في الحته دي. جدا جدا، ان انت ازاي تعرف تتكلم مع الشخص اللي هيعمل لك الويب سايت في الفيتشرز والحاجات اللي تساعده في شغله
كماركتير او ان هو يبيع. عشان كده لما جيت اتكلم او نحط يعني الحاجه بتاعتنا الكور بتاع شغلنا في اي كارت، احنا بنعمل ويب سايت يبيع. اوكي. مش عايزين نعمل ويب سايت شكله حلو، احنا عايزين نعمل ويب سايت يبيع. ودي اكبر ازمه قابلتنا في الشغل مع العملاء على مدار الفتره اللي فاتت. ان انا اصلا شفت ويب سايت اشيك منه، انا اصلا شفت ويب سايت مش عارف السين ايه، بتاعه جميل، اعمل لك زيه، ما عنديش مشكله. فاهم؟ تمام. انت عايز زي ده اعمل لك زي ده. بس لما تيجي كمان شهر والبرفورمانس ميديا باير اللي شغال معاك يجي يقول انا محتاج اعمل 1 2 3 4 اللي هم عكس اللي احنا عملناه، هبقى اخد منك بقى الكوست بقى تعديلات إيه؟ فاهم بقى؟ لا بقى ما تزعلش مني بقى ايه وقتها. فاهم؟ بالظبط. فبقيت في الاخر لعبت انت على الحته بتاعت ان انت هتعمل ويب سايت يو كونفيرت من الاخر. بيساعد البيزنس في الاول وفي الاخر. بالظبط. ففرقت جدا، فرقت جدا، سهلت الهيدك عليا في ان انا كنت اقعد اشرح لحد يعني انا ايه، انا عايز اعمل هنا باندلز بالشكل ده وعايز اعمل هنا مش عارف كارت بالشكل ده، فبقيت بعملها انا بس. وبعدين ده كل ده كان لسه فريلانس، ده كل ده ما كنتش انا عملت اي كارت خالص. مفيش اي كارد بقى لحد ده دلوقتي. كنت انا انت احنا لقينا الجاب بس مفيش لسه. بالظبط. اول ما لقيت الجاب دي رحت عملت اي كارت جامد. وبعدين لما اكتشفنا الجاب التانية ان مفيش زينا ناس بتنفذ. بالظبط، مفيش ناس قادرين نعتمد عليهم ان هم يشتغلوا معانا. جبنا ناس ومشيوا وهكذا، مش قادرين نوصل لحد ان هو يكون برضو ديفلوبر او اكسبرت باك جراوند ماركتير. عملنا الورك شوب وطلعنا منها ناس وبس، بدأنا نقفل الجاب دي في السوق الحمد لله. بصراحه يعني بدون اي مجامله بدون اي حاجه والله، لا هو كانت يعني في جاب كبيره. ده حقيقي. تمام. ويعني انا عايز اقول لك على حاجه، احنا في 2021 يا جماعه كنا بنقعد نتكلم الناس والله يا جماعه شوبيفاي احسن وافضل من وورد بريس، او افضل يعني افضل بالنسبه لحجم البيزنس اللي انت شغال عليه. يقول لك لا يا عم انا اروح ادفع، كان ساعتها كام $10 باين ولا مش عارف كان البلان قديمه دي، انت فاهم قصدي ايه؟ فاللي هو لا انا ما اروحش ادفع الرقم ده كله في شوبيفاي يا معلم. ما هو ويروح يشتري هوست بقد كده في السنه. فاهم قصدي ايه؟ فلا يعني انا بقول لك لا يعني الحمد لله رب العالمين. انا يمكن انا شفتها بعيني كمان، وناس وكلاينتس كمان لما بخش اتكلم معاهم مثلا سواء كونسلتيشن او اي حاجه، ومين اللي عامل لكم الويب سايت ده يا جماعه؟ لا ده الجماعه بتوع اي كارد هم اللي عاملينه. طيب خلاص وريني بقى الويب سايت ده هنهده ونبنيه من جديد. تمام. فاحنا ده كان الستارت بتاعت بالظبط، ان احنا قفلنا الجاب دي الحمد لله. ان انت تلاقي النهارده ناس تعتمد عليها سواء انت كبزنس اونر او كميديا باير، ان انت هتعرف تتكلم معانا. ان انت لما تيجي تقول انت مش محتاج تشرح لنا كتير. فاهم يا جماعه؟ انا عندي بس عايز اعمل اباندل تشيك اوت، اشوف حاجه تظبط فاهم؟ خلاص احنا فهمنا انت عايز ايه. فاهم؟ سيب لنا بقى الحته الايه، سيب لنا الحته التكنيكال. طبعا فضلنا بقى كل فتره بنعمل ديفلوبمنت للشركه زي ما قلت لك. الديفلوبرز طورناهم الاول، وبعدين بقى معانا يو اي يو اكس ديزاينرز شغالين بيعملوا بس وظيفتهم بس ان هم يعملوا بس اليو اي بتاع الويب سايت. وبعدين بقى عندنا هيد اوف ديفلوبمنت وتحته السينيور ديفلوبر وتحتهم ميد ليفل ديفلوبرز بس. وانا نور في المانجمنت من فوق. ربنا يوفقك الحمد لله. ربنا يوفقك وان شاء الله باذن الله. يعني انا والله بجد انا مبسوط بالاي كارد بتعمله في الفتره الحاليه في الماركت. لان زي ما انت قلت هي جاب وتسددت جاب وفعلا انت بتطلع كوادر يعني. وزي ما انت قلت احنا في الاول في الاخر احنا بندور، صدقني احنا بندور على في مصلحه البيزنس. اصل في ناس مثلا يعني انا شفت حد في مره كاتب كومنت بيقول له مش ده اسامه، ده اسامه ما بيشتغلش غير شوبيفاي. لا مين قال لك كده؟ هو انا مش واخد اسهم في شوبيفاي. فاهم يعني؟ على شوبيفاي السي او بتاع شوبيفاي ما يعرفش ان في واحد اسمه اسامه جمال في الحياه كلها. فاهم؟ انا ببيع سيرفيس هتساعد العميل. لو بكره الصبح في منصه بقت هي لمصلحه البيزنس احسن من شوبيفاي في الوضع الحالي، هقول لك يلا نشتغل عليه. اوكي. وجالنا ناس كتير على فكره، احنا خسرنا شغل كتير بسبب الحته دي. جالنا حاجات، يجيلنا ساعات شغل وهو مش مناسب له حاليا شوبيفاي، فاللي هو برشح له اي سي ام اس ثانيه. وليكن أوكي. كمثال مثلا حد جاي عايز يعمل عقارات مثلا، شوبيفاي مع صباح الفل. هو بقى هو ما عندوش الفكره، هو بيزنس اونر. فاهم؟ بيزنس اونر، والناس قالت له الناس دي بتعمل ويب سايتس حلوه. فاهم؟ هو جالنا تمام يا جماعه انا عايز اعمل ويب سايت حلو. فاهم؟ واحد غيرك يقول لك اما تبيع له. فاهم؟ اعمل له اي حاجه اديها له. فاهم؟ او شوف حد يعمل له ديليجيشن يعملها له وورد بريس. لا ماليش انا في الكلام ده بالظبط. انا دايركت كده مش انا بعمل ويب سايت اي كوميرس يبيع بس. ده الدايركشن بتاعنا. طب اسامه خليني اخدك في كده في جزء ثاني كده. هي حته ان انت كنا احنا لسه بنتكلم فيها مش بس انا عايز اتعمق فيها اكتر. ان اللي بره الاندستري وبره المجال بيبقوا فاكرين ان الدنيا سهله.
فانت ايه اكتر حاجه مثلا الناس اللي بره مجالك فاكرين ان هي يا معلم قشطه الدنيا جميله والدنيا سهله بص والدنيا هقول لك على حاجه. امم لو انت شخص ما عندكش ضمير امم ومش بتراعي ربنا في شغلك ومش بتحسبها حلال وحرام، امم لا هتشوف الشغلانه سهله. هتشوف ان اوكي فلوس العميل دي بالنسبه لك لعبه وارقام بتتصرف وخلاص، فاهم؟ امم وانت اخدت فلوسك ومش عارف ايه امم وعملت فلوس حلوه وقاعد بتفتح اللاب نص ساعه في اليوم وتنام باقي اليوم وترد على العميل تقول له اصل مش عارف في حاضر ايه بكره. ومش عارف في ايه، ده في تحديثات، ده في مش عارف ايه، ده اصل انا باوبتمايز، اصل انا بعمل استراتيجي وانت ما بتعملش. هتبقى شغلانه سهله بس انت فلوسك حرام، فاهم يعني ايه؟ قطعا كده. فاهمك طيب اه. الشغلانه لو هتشتغلها صح، امم لو هتشتغلها صح من اصعب الشغلات اللي ممكن تشتغلها، مش بدنيا ولكن بالضغط ذهن، النفسي والذهني اللي انت ذهني هتتحط طبعا فيه. طبعا تمام. مشكله شغلانه البرفورمانس امم وليه هي اصلا بقت هي اهم شغلانه في كور الماركتنج حاليا، عشان انت الدايركت امباكت على فلوس العميل. امم انت الشغلانه اللي بالدايركت امباكت على انت اللي بتصرف فلوس انت بتصرف فلوس العميل كل يوم وبترجع له قصادها ريفينيو. تمام. انت بالظبط. تخييشه منك في يوم او تقصير منك في خلاص يوم انت لبست بيخسر العميل ده، البيزنس بيخسر العميل امم ده. ما هو البيزنس ده له صاحب، له امم عميل، دي فلوس حقيقيه مش فلوس ورق، مش ارقام على الداشبورد، فاهم؟ تمام. ال 20000 جنيه ال 30000 جنيه ال 10000 جنيه دول اللي الراجل خسرهم النهارده دول، امم فاهم؟ مش ارقام على الداشبورد. مش بقول لك معنى كده انت ما ينفعش تخسر او ان انت تخاف، امم فاهم؟ بس تبقى عامل اللي عليك، ما تبقاش عارف ان انت ان انت مهمل وبتخسره وسايبه، فاهم؟ بس عشان في الاول وفي الاخر دي فلوس ناس، فاهم؟ فاهمك. فانت في الاول وفي الاخر مشكله كور البرفورمانس ان انت الدايركت امباكت على البيزنس كور نفسه. امم انت البرفورمانس لو وحش هيبوظ كل الحاجات اللي فاتت قبل، اوكي. ولو البرفورمانس كويس هيساهم بجزء كبير في ان هو يحسن باقي الحاجات اللي بعده. اكيد طبعا مم. مش هيكون لوحده هو اللي يشيل البيزنس ويوقعه، بس انا شايفه حاليا البرفورمانس عموما، تمام؟ مش جاست ميديا باينج بنتكلم مم. على البرفورمانس ماركتنج. مم. حاليا هو هو كور الشغلانه، بالظبط هو كور كور الشغلانه. الشغلانه فزي ما قلت لك هي شغلانه صعبه لان انت مم. محطوط في لود. انت اما يجي لك، يعني كلنا تعرضنا للموقف ده، مم. جالك قبل كده عميل وقال لك انا بقفل البيزنس اه وباقي لي شهرين ثلاثه، الفلوس اللي معايا تكفيني شهرين ثلاثه، وانا جاي لك معتمد عليك بعد ربنا حصلت كتير والله. ان انت اللي تخليني اكمل في البيزنس ده. كلنا بلا استثناء حصلت معانا، حصلت والله. بعيدا عن ان بعضهم بيطلعوا نصابين وجايين يستعطفهم لا لا وخلاص، لا بس لا 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 بس حصلت في معانا. حصلت معايا ومع لا ناس نتكلم بجد، حقيقيين حصلت وناس حقيقيه فعلا مم. فزي ما قلت لك انت في واحد يقول لك ماشي يلا ناخد منه 10000 جنيه، فاهم؟ مم. وجت ما جاتش ما جاتش. خلاص يعني انت كده بتقفل كده بالظبط، عليا يعني انت فاهم؟ فاهمك. انت ممكن تاخد القرار انك تشتغل معاه، هتتحط في لود صعب، تتحط في لود بالظبط صعب. بالظبط. واللي هو بس البيزنس هو حرفيا بيبقى جاي لك يا باشا بقول لك ايه، انا معايا شهرين ادز مظبوط، وشهرين فيز ليك بالظبط وللناس اللي شغاله. بالظبط ده لو حقيقي. ما جبناش نتائج احنا هنقفل. بالظبط، فانت لا انت اه بتتحط في لود، مم. بتتحط في لود صعب. ولو انت اما يجي اخر الشهر مثلا وتقعد مع العميل وتقفل كوارتر ولا حاجه وتلاقيه خسران، انت انت برضه بتزعل. بتحس بالذنب شويه، فاهم؟ بالظبط بالظبط. حتى لو انت مش مقصر في شغلك بس لا بتحس بالذنب شويه. مم. فهي شغلانه صعبه، هي شغلانه صعبه بسبب المجهود الذهني ده، الذهني والعصبي كمان النفسي والله اللي بجد. بتحط فيها. طيب اه بالنسبه بقى للكور التاني بتاعها، مم. شغلانه صعبه لو فريلانس، لان انت قاعد 24 ساعه مم. شغال، انت مفيش عندك مواعيد، مفيش عندك حياه، بالظبط. مفيش عندك لايف ستايل، مفيش عندك اي مفيش حاجه. لايف انت بالانس. مواعيدك كلها مباحه مفتوحه للجميع طالما انت دخلت مجال البرفورمانس. عشان بس قبل ما اي حد يدخل يشتغل في البرفورمانس ماركتنج لو مفكر ان انت هتقدر توصل لانك تشتغل من 8 ل 5 وتروح ترتاح في البيت وكلام من ده، لا. فما تستناش ان انت يكون شغلك بمواعيد، تمام؟ الا لو انت اشتغلت في ايجنسي، في بعضهم هيسمح لك ان انت شغلك يبقى بمواعيد، مش كله. بس تمام. زي ما احنا قلنا ده راجع لسبب ايه. انا مش هينفع ان انت تكلمني الساعه 10 بالليل تقول لي الحق في مشكله في ميتا بتوفر سبند بال 10000 وبال 20000 جنيه، واقول لك معلش انا مش في انا مش انا في مش في الشغل، انا مش في الفول مواعيد تايم الشغل، بتاعي. فاهم؟ بس فلا هي في ليها عيوب، بس زي ما قلنا مقابلها مميزات. في بس مش مقابل. مش عايزين بقى ندخل في المميزات. كل الناس عارفه مميزاتها، تمام؟ طالما هو ناوي ان هو يشتغل فيها فهو عارف مميزاتها. احنا بس بنظهر له عيوبها الخفيه، ان انت هتتعب جامد عشان تتعلم وتوصل لليفل كويس. هتتعب في الشغل وفي التطبيق كتير. اوكي. طول ما انت شغال فيها هيبقى وقتك مباح طول الوقت، انت طول ال 24 ساعه وقتك مباح.
بس فحاجات كتير طبعا تانية انت عارفها، بس دول اكتر حاجتين بالنسبه لي يمكن عشان دول اللي مأثرين فيا اللي هو كأسامة يعني. الضغط، وان انا اوريدي مش بالظبط، مش الضغط مش والكوميونيكيشن الكتير مم. والحاجات دي كلها، فاهم؟ دي حاجات. فاهمك في واحد غير ممكن يحب الكلام ده اما هي بس. بتبقى شخصيات في الاول اه وفي يعني انا الاخر. مش عايز اعمم الموضوع، بس فاهم انا كده مم. يعتبر اخدتها بشكل شخصي شويه، فقلت لك دي بالنسبه مم. لي دي عيوب يعني، او مش عيوب، دي الصعوبات اللي بتقابلني في شغلانه فاهمك. البرفورمانس. اسامه انت شايف ان بالشكل ده ايه البرفورمانس ماركتير اللي محتاجه عشان يقدر يكمل ال5 سنين، يا عم مش 5 سنين جايين، السنتين كمان الجايين، في والله ظل التطور اللي احنا فيه ده الحالي؟ هو بص، المشكله ان حتى التطور انت ما بقتش قادر تستوعب هو هيوصل لحد فين، امم. فاهم؟ يعني انت دلوقتي حتى انت مش قادر تحكم اصلا اخر التطور ده ايه، فبناء عليه مثلا تقول محتاج يكون عارف كذا وكذا. امم. بس بس في بيزك. بص هقول لك، البرفورمانس حتى لو انتهى، البيزنس مش هينتهي، البيزنس هو كور الحياه، تمام؟ بالظبط فانا شايف ان انت لازم تتعلم بيزنس. امم. لازم، بزنس از ايه، از بزنس. مش لازم انت مش تعمل انت بيزنس، اه. تتعلم بيزنس، اداره مم. بيزنس، يعني تتعلم ايه الاساس البرفورمانس ده معمول ليه، مش عشان مم. يكسب بيزنس ويخدم على بيزنس، بالظبط بس خليك ملم بكل عمليات البيزنس مم. وامشي وراهم واحده واحده. البرفورمانس انتهى، الاوبريشن شغاله، خلاص انت مم. كان عندك نو هاو اوبريشن، روح اشتغل اوبريشن. اوكي. الاوبريشن هي كمان حصل لها اي واتمتت ولا حاجه، اه. فاهم؟ في عندك فاينانشال مثلا كان عندك نو هاو عنها، روح اتعلم. فانت هتفضل بقى في السايكل دي، هو للاسف وخلاص الزمن بقى كده. انت بالظبط. النهارده بتجري من ورا حاجه لورا حاجه. مم. انت زمان مثلا كان في كور شغلنا الميديا باين كان الانترست، اه وانا مش عارف والتارجتنج. عندي انترست مخفيه، لو انت ضغطت على مش عارف زر ايه هيظهر لك 5 اهتمامات بس مخفيين وتحطهم خلي بالك ومش عارف ايه. بتتباع الشتات دي. انت فكرتني بحاجه والله، الشتات بتاعت الانترستد والتارجتنج دي كانت بتتباع. ايوه والله بجد فدي فدي كانت كور استهداف شغلانتنا الاطباء، داتا استهداف بالظبط. اه. هل فاهم. حد كان يتوقع ان وظيفه الميديا باير النهارده يكون الكور الاساسي بتاعه ان هو قاعد بيفكر في اوفر وبيفكر في شكل في كرييتيف كرييتيف لا، ما كانش بيعمل كده زمان، او مم. على الاقل كان 90% من الناس مش عايزاه عشان كده. كان بالظبط. هو عايزه بس يحط له انترستس وبادجت واستراتيجيز ويقعد يلعب في الداشبورد ومش عارف ايه. تمام. النهارده بقى كور شغله كله ما مش معتمد على كده خالص، فاهم؟ مم. فالفكره ان انت محتاج ان انت تكون تتواكب بسرعه، بس انت مش محتاج مهاره اكتر من كده، تعلم مهاره التواكب السريع. ان ان انت انا لقيت الاي اي دخل في الموضوع النهارده وخلاص وبقى كور من الشغلانه، مم. ابدا اتعلمه، فاهم؟ اوكي. بس دي الفكره، مش هتتعلمه تكنيكال، اتعلم نو هاو زي ما احنا قلنا وشرحناها اه. باستفاضه، اتعلم النو هاو، مم. تبقى ملم بكل حاجه. لكن ما ينفعش تكون انت مثلا النهارده تقول ايه يا عم الاي اي ده انت مفكر فيه لا، انت كده بتضحك على نفسك، فاهم؟ بالظبط. اعرف النو هاو، مم. ما تحطش نفسك الشغلانه هتختفي مش هتختفي، ما تحطش لنفسك الامور دي. ما بصلهاش بالشكل ده. بس انت اعرف النو اتعلم هاو النو هاو في كل بالظبط. حاجه علشان خاطر ما بالظبط. اقفش في الحته دي. طيب اسامه، في برضو يعني انا بسمع عن ان انت دايما لا انا خليني انا مثلا دلوقتي اركز في الحته بتاعه الموبايل ابلكيشن، عشان الحته دي مش هتنتهي، مفيش موبايل ابلكيشن هينتهي، انت فاهم؟ فانت مع ان انا اضرب لك مثال طبعا، انت مع ان مثلا ممكن في يوم من الايام نصحى الصبح نلاقي شغلانه مش موجوده؟ لا مم. مستحيل. بمعنى الشغلانه كلها لا احنا بص هنصحى الصبح مفيش يعني مفيش اي سي او مثلا. مش لدرجه انك تصحى الصبح، هي مم. المؤشرات بتبان. يعني مثلا خلينا ناخد مم. الاي سي او، مم. انا واحد بيرفورمانس ما اشتغلتش اي سي او وما مم. عنديش اي باك جراوند اي سي او، فاهم. بس انا عارف ان حاليا اللي ماشي واللي بيتطور بسرعه وشكله هيكون هو اللي جاي المؤشرات بتقول عليه اللي هو الاي سي او، بس البيزد على الاي اي، ان هو ازاي تخلي الاي اي يرد عليك برد في البراند بالظبط. بتاعك او في الحاجه بتاعتك، فاهم؟ وهي بالظبط. لها اختصار بس انا مش فاكره، فاهم؟ ما عدتش جي فاكر. بي او. المهم جي يعني، ما بي انا بقول او لك هي مش جي شغلانتي، بي فاهم؟ او. بس انا خلاص عارف ان الماركت. تعرف اللي عجبني فيك يا اسامه ايه؟ والله العظيم بجد والله دلوقتي اللي هو باشا، انا مش شغلانتي مش بتاعتي، بالظبط. فانا مش مضطر بقى اعرف الجي بي او لا والايه يا عامل فاهم؟ بقى ايه، اما فاهم؟ يا باشا فكك مني بس حلني بالظبط، فاهم؟ اه. وبعدين الاختصارات بتبقى ساعات مشابهه بين فاهمك بزنس وبزنس فاهم. وحاجات، ففكك يا عم من الكلام ده. فكك خلينا فاهم؟ فبس فانت خلاص، انت خلاص انا واحد اهو مش في كل شغلانه عارف ان الدايركشن رايح هنا، ما تبقاش انت بقى اي سي او، فاهم؟ ومش واخد بالك ان الشغلانه رايحه في الاتجاه ده ومش ماشي معاها في نفس الدايركشن. قصدك ان انا اطور من نفسي بالظبط، في الدايركشن في اللي ماشي. الدايركشن وواكب بقى التطور ده. بالظبط. تمام جدا. لكن والحاجه عشان تختفي هي هتتطور، فاهم؟ يعني مش هتصحى من النوم اللي هو بالمعنى الحرفي تنام تصحى يقول لك ما عادش في حاجه اسمها سي او، لا، هي هتاخد وقتها، هتلاقي ده عمال بيندثر وده عمال بالظبط. بياخد ايه
بياخد البيك بتاعته، فاهم؟ بالظبط بس فانت بالظبط. خليك مع الايه، مع فاللي هو انا ما فيش شغلانه هصحى الصبح اللي هو مش ما بقتش موجوده، لا بالظبط. لا مش هتوصل لدرجه. م- مع م- ليه الجرافيك ديزاين لسه موجود ما بقى فيه اي بيعمل ليه البرمجه لسه موجوده ما الاي اي بيعمل، وكلهم مش كل بتكلم على الشطار فيهم بس، م. من اول الانترن برمجه موجود لحد السينيور اه برمجه اه موجود، فاهم؟ اه اه هل ممكن تختفي؟ ممكن، الله اعلم، لسه ما م- نعرفش ظروف رايحه فين، م- فاهم؟ بس مثلا م- اللي لسه بقى مش شغال واخد باله انها ممكن م. تتطور لانها تستخدم فيها اي اي كتير، فمش بدأ يتعلم ازاي يخلي الاي اي ده يساعده في البرمجه، ده هو اللي هيختفي، الشخص ده اللي هو انت اللي هيختفي. تدخل الاي اي معاك بالظبط يساعدك في شغلك. يعني بالظبط الاول كنت بتاخد مثلا يومين ثلاثه انت قاعد شغال على فوركاستنج، بالظبط انت النهارده مع تطور الشيتس، مع تطور كمان الاي اي، بالظبط فاللي هو بقى بيسهل عليك الحسبه، بيسهل عليك انت تطلع فوركاستنج لكوارتر. انت فاهم بالظبط. قصدي ايه؟ يعني انا نفسي انا كنت لسه النهارده بعت شيت، م- م- تمام، م- سحبت شيت كبير كده وفي داتا م- كتير، فاهم؟ م- انا قلت مش لسه هتعب نفسي، قمت راميه للاي اي، م- قلت له انا عايزك المحافظات دي طلعها لي، النسب دي كذا، النسب دي كام، والميديان كام، والمين كام، والافريج كام، وطلع لي الداتا دي وحطها لي في جدول وابعتها لي، فاهم؟ انا بالظبط. شغلانتي ما اختفتش، فاهم؟ انا شغلانتي بس موجوده. ولكن انت طورت من بالظبط نفسك باستخدام الاي اي. بالظبط. بعدين ايه اللي هيختفي بقى؟ الشخص اللي لو مديره في الشغل او البيزنس لان هو عشان يطلع له الداتا من شيت زي ده قاعد بقاله 3 ايام شغال عليها وبيفلترها وبيعمل فيها، هو ده الشخص ده اللي هيختفي. لو معلم صباح الفل، انت ليه بتعمله ده بالظبط، كله؟ هو ده الشخص اللي هيختفي. فاهمك. طب انت في حاجات، يعني احنا اتكلمنا في الحته الجزء الخاص بتاعت الاكسبيرينس نفسها والنصايح للشباب الشباب اللي في الكارير او لسه بتبدا الكارير بتاعها. بس برضو هل في مثلا في حاجه او كور معين انت حابب تتكلم فيه في الحته الجزء الخاص بتاعت البيزنس اونر؟ اللي هو لان عارف انت البيزنس اونر بالنسبه للميديا باير ده مم. الشرير، والميديا باير بالنسبه للبيزنس اونر ده الشرير. فعارف انت القط والفار مظبوط، دي. والاثنين معاهم حق، الاثنين اتعرضوا لتجارب وحشه. مم. اما بتقعد مع الاثنين اتعرضوا لتجارب وحشه. مم. الميديا بايرز في كتير منهم اتعرضوا لتجارب وحشه من بيزنس اونرز، مم. والبيزنس اونر في كتير منهم اتعرضوا لتجارب وحشه مع الميديا بايرز. مم. انا كأسامه اتعرضت للاثنين. انا مم. كنت وحش مع بيزنس اونر مره، مم. وكان بيزنس اونر وحش معايا مره. اوكي. انا تعرضت للموقفين، مم. والموقفين انا عندي مبرراتي ليهم، مم. وغالبا لو سمعت من الطرف التاني هتلاقي عنده مبرراته. مبررات ليهم، فاهم؟ بالظبط بس هي الناس محتاجه تفهم حاجات اساسيه، مم. زي البيزنس اونر محتاج يفهم ان البرفورمانس بيساعده في شغله، بالظبط فمش هو المطلوب منه يعمل له البراند وينجحه. بالظبط. يعني اللي رايح جايب كام منتج مم. وجاي تعالى انت برفورمانس ميديا باير، اتفضل المنتجات اهي، انا عايز ابيع ب1,000,000 جنيه، مفيش حاجه اسمها كده، تمام؟ تمام. والميديا باير اللي مفكر البيزنس اونر ده قاعد على كاونتر بانك بيسحب منه فلوس لا نهائيه وغير محدوده، فمستنيه انفست 1,000,000 جنيه في البيزنس ويديله $2,000 في الشهر مفيش كده طبعا. ويقول له انا عايز ميديا ب 300,000 جنيه، فيقول له انا ما معيش بادجت، يقول له خلاص بتعمل البيزنس ليه؟ مفيش كده برضه، فاهم؟ ف يعني بص والله بجد الناس محتاجه تتعلم اخلاقيات بقى مش تكنيكال بجد في التعامل ده، في التعامل ما بين الميديا باير والبيزنس اونر، فاهم؟ يعني وبرضه في بيزنس اونر وحشين جدا في حته الماديات، بيستخسر فيك الكوميشن، مع ان الكوميشن دي بتكون انت كنت بادئ بيها كانت 1000 جنيه ولا حاجه، فاهم؟ وبعدين لما توصل لان انت بقت 10,000 جنيه عشان انت زودت له مبيعاته، فاهم؟ 10 اكس، فالكوميشن بتاعتك بقت 10 اكس، فتلاقيه جاي يتكلم معاك لا انا حاسس ان دول كتير، فاهم؟ وبينسى ان انت كنت سبب بعد ربنا في الزياده دي، وان ده رزق جاي متوزع على الناس كلها، فاهم؟ فحاسس ان احنا لو اتكلمنا في الموضوع ده مش هيبقى شغل تكنيكال خالص، اللي لو هنتكلم في تكنيكال فهيبقى بس ان البيزنس اونر محتاج يفهم ان الكور بتاع الماركتنج هو حاجات كتيره مكمله لبعضها، حاجات بتساعد دي بالظبط البروسيس نفسها. بالظبط. وان هو محتاج يتعلم بيزنس قبل ما يدور على طيب البرفورمانس. ماشي، يعني تعالى بس نسكيب الحته دي. بتكلم جد، انت ساعات بتدخل ساعات عند مع بيزنس، طب انت مسعر بناء على ايه؟ طب انت عامل الباكج بناء على ايه؟ طب انت مش عارف تشحن مع ده ليه؟ اصل دي ارخص. طب وانت عارف ان الشركه الاغلى دي لو سلمت لك ازيد 5% انت تكسب اكتر؟ لا مش عارف، فاهم؟ فاهمك وعلى فكره دول يعني احنا برضه عشان نحط المسميات في مكانها، هم دول مش بيزنس اونر، فاهم؟ هم دول الناس معاها طموح نفسها تعمل بيزنس، فاهم؟ بس انا عايز اقول لك على حاجه برضه يا اسامه، معلش، يعني انا دلوقتي جوده جاي لك يا عم، انا فاتح براند شرابات، تمام، وببيع يا عم ب100,000 في الشهر، فانا المفروض رايح جاي لاسامه الراجل سينيور بيرفورمانس ماركتير عشان اسامه يخليني. دي المشكله الكبيره بقى اللي بنقع فيها، دي المشكله الكبيره اللي بنقع فيها. ليه مشكله كبيره؟ وخصوصا لما اسمك بيتعرف شويه، ان الناس بتفتكر ان انت معاك
عصايه سحريه فاهم، قادر ان انت ال100,000 جنيه اللي بتتباع النهارده في البراند في الشهر تخليها 10 مليون ما انا جنيه جاي لك ليه يا معلم؟ صباح الشهر الفل. بالظبط. مم. فاهم دي مم. المشكله كلها. مم. جاي لي انا هخليك تبيع ب 10 مليون جنيه، مم. بس هل لوحدي؟ يعني مش هطلب منك حاجات نعملها لا في احنا البيزنس. احنا اتفقنا، مش احنا اتفقنا ان انت بالظبط. انت ترسم من التروس بتاعت العمليه كلها. انا بقى يعني مم. لو هنحط الجمله في سياقها الصح، مم. انا مش جاي اخليك تبيع ب 10 مليون جنيه، انا جاي اساعدك مم. انك ازاي تبيع ب 10 مليون جنيه. ده حلو. لا تاني عشان فاهم تخص بوزيشننج كده جوه الدماغ. انا مش جاي اخليك تبيع ب 10 مليون جنيه، انا جاي اساعدك ازاي مم. هتبيع ب 10 مليون جنيه. جامد. فاهم؟ اوكي. اساعدك ازاي بقى. والله لو انا ميديا باير فانا هساعدك في التكنيكال وفي الدايركشن، لو انا كوبي رايتر فانا هساعدك في الكوبي والكونتنت فاهم، لو انا ميديا برودكشن فانا هساعدك في الميديا برودكشن. كل دول هيساعدوك في ان انت تبيع ب 10 مليون جنيه. كل تمام. واحد فيهم قادر يساعدك في ان انت تبيع بال 10 بس مليون لو جنيه. كل واحد اتوظف صح بالظبط. وطلع الاوتبوت المطلوب منه صح. بالظبط. مم. بس البروسيس بتاخد وقت. ده كده طبعا. بس ده ده كده الفكره اللي طبعا. الناس محتاجه تفهمها فاهم. احنا يعني انا فاكر في مره اقول لك على حاجه مثلا من اصعب المواقف اللي ميديا باير بيتعرض لها في حياته تكنيكال، ان هو يدخل يشتغل ورا صاحب البيزنس، هو اللي كان بيعمل الادز، او حد مثلا ابن خالته ومش عارف ايه اللي الكلام ده. علمه. مصيبه يا جوده. ليه؟ هتقول اولا هي ما كانوش عملوا استراتيجي اكت لايك نوب فاهم، اللي هو انت اصلا يا ابني ده معمول لها استراتيجي فاهم، ان انت تدخل اشتغل كانك نوب فاهم. فانت داخل تشتغل ورا واحد هو كان بيعمل نتائج هي خلاص النهائيه مثلا بتاعه البيزنس، عشان يكسرها انت محتاج تتحرك في البيزنس نفسه. فهو مش هيفهم الكلام ده. هو اول حاجه يعملها هيجي لك بعد يومين ثلاثه بالظبط من ما انت فين المبيعات يا باشا؟ انا كنت ابن اختي كان ماسك الاكونت كان بايع ب50,000 جنيه، انت بقالك 3 ايام ماسك الاكونت مش عارف تبيع اكتر منه. على فكره اقسم بالله بجد انت عالمي، لان هي فعلا من اصعب انت اب بتشوف في نفسك ايه ده. بالظبط. هو انا وحش؟ طب هو ابن اخته اللي ولا ابن بالظبط. خالته ده ايوه بجد فعلا من اصعب المواقف فعلا بجد والله. ان لو انت تبدا تشك في نفسك يا معلم، طب يا بالظبط. معلم طب سيبني، طب انا عايزك تتكلم، انا عايزك تستفيد انت في الحته دي، مش انا اللي اصل اتكلم حصل فيها. معانا كلنا بلا استثناء. طيب آه. انا تفسير المنطقي للموقف ده ايه؟ لما بيحصل بالطريقه دي ان انت فعلا ما تعرفش تكسر المبيعات بتاعته، اوقات بتكسرها وبسهوله كمان لو هو حد مبوظ الدنيا. بس لو هو حد فعلا اكت لايك نوب، يعني اللي هو دخل وعمل الاساسيات وخلاص، انت بتعاني فشخ عشان تكسره. ليه بقى؟ بالظبط. بيكون هو الراجل البيزنس اونر وصل عمل شغل كويس جدا في البيزنس تمام، وبناء عليه في البيزنس والبرودكشن وكل الكلام ده، وبناء عليه اي حد لو اشتغل على البيزنس ده كبرفورمانس هيطلع نفس الارقام دي. بالظبط. اي حد ايا يكن مستوى دخل عمل البيزكس هيطلع الارقام دي. طيب عشان الارقام دي تتكسر زي ما احنا بنقول انت هتخرج بره الداشبورد تمام، فهتروح محتاج تانفست في البيزنس نفسه، سواء بقى بدايركشن تصوير مختلف، اوفر مختلف، حاجات مختلفه بالظبط. فالحاجات دي اصلا اولا محتاجه دراسه للبيزنس نفسه، تاخد فيها كام يوم تفكر في البيزنس ده. محتاج تتكلم مع البيزنس اونر احنا نقدر نسعر لحد فين، هل لو عملنا باي جيت هنخسر ولا لا، هل لو عملنا فري شيبنج هنخسر ولا لا، طب هل الخساره دي هي اكتر ولا الاكيوزيشن لما هيقل معانا هنعوض ده اكتر في البروفيت بتاعه البيزنس. فانت هتدخل في ان انت تطور الكور بتاع البيزنس والبرفورمانس الحقيقي نفسه، مش جاست ان انت شغال على الداشبورد. وفي الناحيه التانية بيكون قاعد لك البيزنس اونر زي ما قلنا هو مستنيك. ما هو برضه هو مع حق، ما انا عشان كده بقول لك الطرفين انت لو جيت تسمع منهم هتحس كلامهم منطقي. يقول لك ما هو انا شغال على الاد اكاونت بجيب نتائج احسن منه واروح اجيب جوده فاهم ويجيب لي برضه ب100,000. طب انا حتى كنتش باخد مرتب، جوده بياخد مني فلوس فاهم، هيقول لك كده صعب قوي فاهم. فهي دي اصعب، لو اتكلمت على اصعب مرحله بتعدي فيها مع عميل او كده بتبقى المرحله دي. العميل الفاهم بقى اكسرها ازاي؟ اكسرها انت بتقول لي ان انا افهمه ان اصلا دي صعبه. فهمه من هو جاي لسه يتكلم معاك، فهمه قول له انت لو مفكر انها كده سهله، ان انت اللي كنت شغال على اد اكونت فعشان كده انا داخل اشتغل ورا حد مش متخصص، فلا هي مش سهله زي ما انت فاكر. وبعد ما تبص ادخل بص فعلا على اد اكونت، انت هتدخل تبص هتلاقي مفيش حاجه زياده من اللي هو عامله يتعمل فاهم. خلاص بقى ما تفتحش صدرك فاهم. انت هتدخل تعمل اوديت على الاد اكونت قبل ما تتفق مع الكلاينت على فلوس وعلى شغل وعلى اي حاجه، عايز تدخل تبص على الدنيا شوف انت تقدر تساعده ولا لا. دخلت ادخل قولها له صريح، قول له والله انت بص الميديا باينج عندك اخرها كده، فاهمك، محتاج ان انت تكسر ال1,000,000 جنيه مبيعات اللي انت بتبيعها دي، فاحنا محتاجين نشتغل على 1 2 3 بالظبط بس. وخلي بالك يعني انا والله العظيم بجد من ضمن الحاجات، يعني في ناس بتبقى
عارف انت اللي هو ايه، انا عايز ابيع البيع. كتير. والله العظيم اللي بيريح هو عدم بيعة البيعة اساسا. بالظبط. يعني انت ما تبيعش البيعة، هو ده اسهل حاجة من بيع البيعة، بالظبط. فاهمني؟ لان انت ما بتديش للكلاينت اوفر بروميس، في الاخر بالظبط. يجي يقول لك معلم فين، صح. انت قلت لي بتضايق قوي يا اسامه من حته. انا مش قلت لك شغلانتنا دي هتبقى سهله جدا للحد ما عندوش ضمير او مش بيبص لها حلال بالظبط، وحرام؟ بالظبط. تبقى سهله جدا ويعمل فيها فلوس حلوه تعرف جدا. انا بتضايق من ايه؟ اقسم بالله بجد يعني، ما بحبش اشغل حد معايا. يمكن انا حتى فيا ما بحبش اشغل حد معايا من بره دايرتي، مم. ده فاهم؟ عشان اكتر حاجه بتستفزني، اصل احنا النهارده السي بي ام عالي، فطبيعي اصل احنا في يوم وطني فمش عارف ايه، اصل لا اصل احنا الكرياتيف اتحرقت. يعني ده اكتر حاجه بتستفزني في حياتي، مظبوط. اقسم بالله. لو مظبوط. في ميديا باير ده حقيقي. قال لي الكلمه دي، ده حقيقي. يعني يعني انا فاكر موقف من الموقف. انا في بدون ذكر اسماء يعني، في شخص ميديا باير دخل المانجر بتاعه قال له الكرياتيف بتاعتي اتحرقت. فتراهنوا مع بعض، كان في 2022 مم. تراهنوا مع بعض على السالري بتاعه. قالوا انا هاخد الكرياتيف بتاعتك وهشغل بيها انا دلوقتي بنفسي، مم. وانت ما تقربش عليها، بس بشرط ان احنا ما حدش، ان انا اخد المرتب بتاعك. مم. فاهم قصدي ايه؟ وبجد ومديره ده كسب الرهان. مم. اصل عارف انت الحاجه اللي هو ايه يعني، بحسها ان هي حاجه بالظبط. ايه، خالتي بتغسل يا معلم. هي المشكله بقى انها بقت بتظلم بقى اللي بيتكلم كده، فاهم؟ بالظبط. المشكله ان الموضوع مم. بيظلم الشاطر، ما مم. بتظلمش في كل الهيصه وكل المشاكل دي غير الشاطر يا جدع. اميز نفسي ازاي يا اسامه؟ كبرفورمانس ميديا باير مثلا، اميز نفسي ازاي؟ ان انت يبقى عندك النو هاو بتاعت كل حاجه. ان انا عندي النو هاو بتاعت كل حاجه، بالظبط. فانا ابقى كده شخص تبقى مميز. ملم بكل حاجه. مم. وزي ما قلت في اساسيات، يعني مم. خليك متابع دايما ايه الاساسيات اللي انت النهارده ما ينفعش ما تكونش عارفها. فاهم؟ يعني انت النهارده مثلا ما ينفعش تكون ميديا باير وما عندكش اساسيات كوبي رايتنج، فاهم؟ اوكي. مش بقول لك اشتغل كوبي رايتر، وزي ما قلنا مش بقول لك خليك سينيور كوبي رايتر، انا فاهم؟ عايزك تعرف بس النو هاو. بالظبط. ما ينفعش تكون ما بتعرفش تعمل لاند بيج مثلا، حتى لو مش هتعملها بايدك، بس ما ينفعش ما تكونش عارف الاستراكشر بتاع اللاند بيج بيتعمل ازاي، فاهم؟ فاهم. ما ينفعش تكون مش عارف الاستراكشر الصح لشوبيفاي ويب سايت عامل ازاي، فاهم؟ وبعدين خليك حلال مشاكل، يعني ما تبقاش يعني مثلا الموقف اللي انت حكيته من شويه، انا معايا ميديا بايرز شغالين تمام، عندنا ناس شغاله، بتضايق برضه لما يجي يقول لي الكرياتيفز اتحرقت، بس انا الكيس عندي مختلفه شويه. هي بتكون فعلا اتحرقت تمام، يعني هي خلاص فعلا الميديا جابت اخرها. انا مشكلتي اولا انت ليه مستني لحد ما هي توصل للبرن من غير ما تطلب ان يتجهز كرياتيفز جديده؟ تمام. وتاني حاجه، لا مش الكرياتيف، ما تدخلش تقول لي الكرياتيف اتحرقت، ادخل قول لي الكرياتيف ده ما عادش نافع، انا عايز كرياتيفز 1 2 3 4. اوكي، بعت لك كريتيف بريف من الاخر، المشكله والحل. احط عموما بريف. المشكله والحل، فاهم؟ السي بي ام عاليه، فاهم؟ بسبب كذا والحل كذا، بالظبط. فاهم؟ ده اللي انا محتاجه منك. ده في اي شغلانه عموما، في اي شغلانه، مش البرفورمانس ميديا باير بس. والله في كل حته يا باشا، انت حل عارف انت، والله بجد كده انت جودة اطلع حل مشكلتك، جودة ما توجعش دماغك، اطلع حل مشكلتك. فلو مشكلتك، وخصوصا لو انت بتتعامل مع نفسك بقى خلاص، حطيت نفسك في حته ان انت سينيور وان انت جامد، فاهم؟ ما ينفعش بقى ان انت تبقى كده، فاهم؟ يعني انت مثلا لو انت عندي انترن ولا جونيور، اكيد مش مستني منك تحل المشاكل بالظبط. انما لا، انا جايبك سينيور وبتاخد مرتب سينيور وبتتعامل على انك سينيور، فما ينفعش تيجي تقول لي اصل الكرياتيفز اتحرقت، فاهم؟ طب اسامه، انت مع ان انا مثلا انا كجودة اشيل، يا عم مش هقول لك اشيل 8 عملاء في الشهر، يبقى انا شغال راجل فريلانس معايا 8 كلاينت، انت مع السيتويشن ده ولا لا؟ انا عملت الموقف ده وانا في بسألك السؤال ده عشان عارف انت عملت الموقف ده 22 تقريبا، حاجه زي كده، ورجعت لهم كلهم فلوسهم. رجعتهم كلهم فلوسهم؟ وقفت معاهم كلهم ورجعت لهم كلهم فلوسهم، وخسرت كل العملاء كلهم. اوكي. يعني انا مثلا لو كان معايا 3 فطمعت في 8 فطمعت في 10 ولميت وخلاص، خسرتهم كلهم. بالظبط. وزي ما قلت لك، لو انت ما عندكش ضمير وبتبيع بيع وخلاص وبتلم وخلاص، شيل يا باشا، شيل 100 عميل وهات جونيور معاك في الباك اند، انت عارف اللي بيتعمل، فاهم؟ انما اسامه بطوله كده بايده هو اللي هيشتغل على العميل و8 والارقام، لا مستحيل. مستحيل. انت مش مع الحته اللي هو لا اللي يعمل كده بيضحك على نفسه. بالظبط.
يعمل كده بيضحك بس على انا نفسه. عايز اطلع الساحل وستريكات بقى على السناب وبتاع ومش عارف ايه كده. بس انت عارف يعني، ما انت عارف بيتقال عليهم ايه، انت عارف هم معروفين يعني، بيتعرفوا مع الوقت وسمعتهم بتبوظ والله وكل حاجه بتتعرف. والله 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 سمعتك اغلى من دي حقيقة. الفلوس واغلى من ده اي حقيقي. حاجه في الدنيا. ده حقيقي. تكفي ان انت وبرضه والله بجد يعني كان متولي اللي قايلها ان انت بيتقال عليك ايه في وسط بالظبط. القعده دي، في وسط الخروجه دي، في وسط الكوميونتي، بيتقال عليك ايه. بالظبط. فده والله العظيم ثلاثة، اقسم بالله اقسم بالله اغلى من الفلوس. بص دايما انا مؤمن يعني قناعه، يعني الحمد لله، من الواحد عنده قناعه من عند ربنا سبحانه وتعالى. انا رزقي هو رزقي بالظبط. ومكتوب لي. انا في حاجتين ما بخافش منهم: الموت والرزق. صح. الموت يا باشا كده كده مكتوب لك والله، من يوم ما اتولدت انت هتموت مظبوط. امتى، والرزق كده كده مكتوب ده لك. حقيقي. احنا بس بنعمل حاجه واحده بس: وان ليس للانسان الا ما سعى ده حقيقي. وان سعيه سوف يرى. مظبوط. فوالله يا اسامه يعني انا عايز اقول لك، مهما جريت مهما عملت مهما، انا قاصد ان انا افتح معاك قصه ان انت تشيل اكونتس كتيره دي عشان نوضح للشباب ان والله ما بعدد الاكونتات، طبعا. والله مش من ان انا او عايزين بيخش. نوضح حاجه كمان عشان ناس كتير بتعملها. الديليجيشن، لو العميل جاي يتعامل معاك كجوده وانت عملته من غير ما تعرفه، انا مش عايز اقول حرام، بس حد يشوف لنا بقى ده حرام ولا حلال. مش يعني انا بحبش افتي الفتوى، حد يرن فاهم؟ لنا على دار الافتاء. لان الموضوع ده انا شايف انه مش انا لو جاي لك كجوده، انت مش ايجنسي. ركز معايا، انت مش ايجنسي، ماشي انت احمد جوده. ماشي. وانا جاي لك ودخلت فقد معاك قلت لك انا عايزك تشتغل لي على الابلكيشن ده عشان سامع عنك كل خير، واسامه مرشحني ليك ومش عارف ايه. ماشي. هل ينفع انت تاخد البروجكت وتقوم رميه لحد يشتغل عليه خلص الموضوع؟ انا مش عارف بصراحه الموضوع ده ينفع ولا لا. لا هقول لك على حاجه. هو احنا هنسال فيها. اه بس انا هقول لك على حاجه. هو في جزء منها حلال وجزء منها حرام. انا شايف طيب انت لازم تعرف. هقول، ما كنت لسه هقول لك ليه. هو جاي لي انا كجوده وعنده موبايل ابلكيشن، مظبوط. تمام. فانا طب انا هقول لك على حاجه، والله لسه النهارده في كونسلتيشن تراكنج، تمام. فانا بقول له والله احنا المفروض هنعمل 1 2 3 4 5. فهو راح قالها لي، قال لي انت اللي هتعمل كده ولا انت معاك تيم؟ قلت له لا انا مش معايا تيم، انا اللي هعمل كده بنفسي. بالظبط، ده اللي انا قصدي عليه. اوكي. ده اللي انا قصدي عليه. لا هي عموما يعني، بس تبقى حرام امتى؟ لو هو سالني السؤال ده ايوه وانا ده اللي قلت انا قصدي له عليه. لا ده اللي انا وانا قصدي معايا عليه. تيم وقلت له انا اعملها بنفسي، وفي الاخر التيم هو اللي بيعملها. ده اللي انا قصدي عليه. وانا مش بتكلم على اي حد. انا بتكلم فاهمك عن الناس فاهمك. المعروفه باسمها. الناس المعروفه باسمها. مم. يعني فاهم ان انت عارف كويس وعارف ان العميل ده جاي يتعامل معاك عشان اسمك، مش عشان ماشي. انت مثلا عندك تيم، ولا عشان عندك شركه، ولا عشان عندك حاجه. انا اللي بيجي لي في ايكارت عارف ان هو جاي بيتعامل جاي مع ايكارت، فاهم؟ إيكارت. عارف ان في ناس هتعمل الويب سايتس، انا بس بقى بشرف عليهم من فوق، وفي الاول وفي الاخر انا المسؤول، انا اللي هسلمه، بالظبط. ولو في مشكله هيرجع لنا وكل الكلام ده، فاهم؟ بس في البرفورمانس انا بقول له والله انا معايا بص، تيم. لو انا هاخد الكلاينت اقول له بص انا دلوقتي بس انا مش هشتغل انا كأسامة. طب بس انا اقول لك على حاجه، بس في ناس ممكن تيجي تقول لك باشا ما الايجنسيز شغاله ليه؟ طب ما الايجنسيز لا الايجنسي حاجه وانت حاجه. انت رايح لايجنسي، اه انت رايح لشركه. ماشي، ما انا فاهمك، بس يعني انا عايز اقول لك على حاجه يا عم هقول لك على حاجه، بلاش شيلها من شغلانتنا خالص. شيلها من شغل. انت النهارده رحت يا عم عندك مشكله في كهرباء الشقه، تمام؟ هنحط مثالين. عندك مشكله في كهرباء عندي الشقه، في السباكه والله يعني. ماشي. عندك مشكله يا عم في السباكه، حلو. وقمت رنن على شركه تعرف ان هم بيصلحوا شقق، ورنيت عليهم، يفرق معاك الصنايعي اللي جاي لك؟ لا. حلو. طب انت النهارده عارف وعبد الله الصنايعي الشاطر اللي كل الناس بتشكر فيه، وانت رنيت عليه ولقيته اغلى من غيره، وقال لك انا هاخد 10000 جنيه مع ان السوق بياخد 5، قلت له خلاص ماشي مستنيك بكره يا عبد الله يجي لي. ولقيت بكره جاي لك واحد اسمه محمد بعد ما انت حولت ال 10000 جنيه لعبد الله، كلمته قال لك يا عم ايوه انا ببعت محمد يعمل الشغل. لا هتضايق طبعا، فاهم؟ وازعل، هتضايق وازعل. بس يعني هو الموضوع نشوف في فرق بين الاثنين. نتكلم في دار الافتاء يعني. اسامه والله بجد يعني انا مستمتع ومش عايز الحلقه تخلص. يلا واخير ويلا بقى عشان عايزين نطلع نتعشى. فانا بشكرك
وبشكرك ان انت حبيبي، موجود معايا النهارده، انا اتبسطت جدا والله. والله وانا بجد مبسوط. واللي ما شافش حلقه قفشه مع ابراهيم فايق عايز انت توديني في شوف داهيه شوف بعد حلقه الحلقه دي. اسامه معايا. فانا مبسوط وشكرا لك يا اسامه، انا ما بحبش وبتمنى اطلع عشان بيتقال عليا بخبط وبعمل، بس والله انا عشان بحب اتعامل بطبيعتي، فاهم؟ بالظبط. انا وانا ما بحبش مبسوط بده والله. اصطنع، وانا حاسس انا عايز بجد اقول والله، اللي في قلبي، بجد والله فاهم؟ حاسس ان بس احنا قاعدين بره على لكن اطلع بقعد اقول مثاليه واحنا بالظبط بنهتم بالظبط. لا لا وبنعمل، لا، لا لا لا، ولا احنا كلنا غلطنا وكلنا بالظبط. وقعنا في هي غلطات ده وكلنا ده وقعنا في ده, ده دي, مشاكل. دي التجربه، دي التجربه بالظبط. بتاعت كل واحد فينا يعني. فمبسوط بيك يا اسامه، وبتمنى حبيبي لك التوفيق حبيبي من يا قلبي، ربنا يخليك. من في كل حاجه وفي كل خطوه حبيبي انت بتخطوها في حياتك. بتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح يا حبيب قلبي. حبيبي يا باشا. وشكرا ليك، واستنونا في باقي الحلقات اللي جايه. شكرا ليك.